السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع حلقة جديدة من مايند كاست. الحلقات اللي فاتت اتناقشنا فيها عن المايند سيت في حاجات زي البيزنس والتربية وكمان العلاقات. النهاردة حبينا نتناقش في صناعة منتشرة جدا على مستوى مصر. في كل شارع ممكن نلاقي ورشة أو معرض بيقدم الصناعة دي. النهاردة معانا ضيف عزيز جدا على قلبي وضيف غالي شغال في الصناعة دي من أكتر من 14 سنة، وله كذا فرع للمجال بتاعه، والحمد لله العالمين محقق نجاح كويس جدا. معانا النهارده مهندس طارق عمر اللي هيكلمنا عن صناعة المطابخ، وهيعرفنا حاجات كتيرة جدا ليها علاقة بالعقلية في الصناعة دي. حابب ارحب بيك. ازيك يا باشمهندس، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. يا رب دايما. منورنا النهارده في مايند كاست. ده نورك مش نورنا. ربنا يخليك. حابين النهارده نتعرف على حاجات كتيرة جدا تخص صناعة المطابخ، وبس قبل ما نخش في الكلام ده حابين النهارده نتعرف الاول على طارق عمر. ومين هو طارق عمر؟ شركة مطابخ عندها فرعين حاليا، فرع في التجمع وفرع في الزقازيق. عندنا مصنع بيخدم على فروع الزقازيق وفروع التجمع وصناعة للغير. وإن شاء الله بنفتح فروع في زايد وفروع تانية قريب بإذن الله. يعني ان شاء الله تفتح على خير. إن شاء الله بإذن الله. وحابب ابدا معاك كده نعرف لا مين طارق عمر بقى على مستوى الحياه الشخصيه. حاجه كده سريعه، طارق عمر خريج ايه؟ بدا امتى في صناعه المطابخ وحاجات زي كده. خلينا نبدا كده سريعا. بص، مين طارق عمر؟ هو يمكن الموضوع كله اصلا بعيد اصلا عن، يعني انا مش بعيد عن مجالي نهائي. وهو ما كانش اهتماماتي اصلا لا موضوع مطابخ ولا صناعه اصلا الاساس نهائي، ولا الديكورات ولا الكلام ده كله خالص. والموضوع جه معايا صدفه بحته. هو ممكن تكون انت عندك موهبه في حاجه بس انت ما تعرفش انك موهوب فيها اصلا. يعني انت مثلا ممكن تكون انت مثلا بتحب الرسم جدا، حلو. بس هتعرف ازاي انك بتحب الرسم؟ ما انت لازم يبقى معاك ورقه وتبتدي فرشه وترسم، فعشان تعرف انك انت بتعرف ترسم. فانت ممكن تبقى جواك انت فعلا موهبه في حاجه بس انت ما تعرفهاش، فبتكتشفها. ممكن في ناس بتعيش وتموت من غير ما تكتشفها اصلا، وفي ناس بتيجي مثلا عن طريق قدر ان هو بيكتشف بقى ان هو كويس في المكان ده وكويس في البوزيشن ده. لا انا عندي موهبه تالنتد في الموضوع ده. طب هتبان معايا ازاي؟ لا اما بقى بقدر او ممكن ما تبانش. طيب يعني انت قبل ما تخش في صناعه المطابخ كنت شغال ايه؟ او بدات ازاي؟ انا عاوز اعرف نجيب للناس البدايه ازاي اللي انا ودتك الحته دي. انا اتخرجت من كليه بعيده خالص عن موضوع الديكور، بعيد عن الكلام ده. كان كل اهتماماتي لغات، بتكلم انجليزي، بتكلم ايطالي. آه ماشي في لاين اللغات، ماليش دعوه اصلا بموضوع الديكور خالص، ولا موضوع مطابخ ولا اي، بعيد عن الموضوع ده خالص. اتخرجت زي اي حد. طب انا والدي والدتي ما لهمش معاهم في مجال التجاره. مش يعني والدك مش كان رائد اعمال؟ لا خالص. اه. ولا زي اغلب الابهات اللي موجودين في مصر، هو موظف وظيفه ما. موظف ووالدتي برضو كانت موظفه. حلو. وبعيدة خالص عن موضوع التجارة أصلا. ممكن بعد كده بدأ يبقى موضوع، يعني هم أدخلوا في تجارة، يعني كان في مركز توزيع كده، بس ما يعتبرش تجارة بمعنى تجارة. يعني ما تجارة، هل بقى في بلان واستراتيجي؟ ما فيش الكلام ده خالص. وده في أواخر كمان عمره. لكن هو أصلا إيه؟ هو موظف، هو مامتي موظف. طيب أنا كان إيه نفسي؟ يعني أنا كطارق عايز أبقى إيه؟ زي هطلع إيه؟ هل أنا أصلا جوايا تاجر خالص؟ هل انا جوايا مصمم او مطابخ او اساس وصناعه؟ لا في دماغي اصلا. واحد يعتبر من اقرب الناس انت اتخرجت ولقيت نفسك انا عاوز اكمل في لغات وادرس لغات وهكذا، ومش كان في دماغك تجاره خالص؟ طب اكمل في لغات ليه؟ مش عارف. اللي هو عادي زي شاب في مرحله ما لا بعد يعني انت التخرج، بتتكلم هو انجليزي كويس مش عارف جدا. مصابه ازاي. طب انت بتتعلم ايطالي ليه؟ مش عارف. اشمعنى ايطالي؟ طيب هواك كده. هي جت ايطالي. طب ليه ايطالي؟ عشان ايه؟ اسهل له. طب ايه باخده ليه؟ ما تفهمش. اه. خلصت ايطالي. اللي في مرحله من مراحل الحياه عموما انت بتبقى مشتت. بص، بيبقى في فتره بعد ما انت بتتخرج بيبقى كل اللي حواليك في معظمهم عندهم جيش. حلو. فاللي بيخش جيش سنه، انا ولد وحيد فماليش جيش. فبتعتبر انت عارف انت بعد ما بتتخرج بدلع. طب اخد كورس. عارف انت عامل زي مثلا ايه؟ انت مش عندي حاجه. طب انت مثلا مش هتشتغل ليه؟ اصلا مستني جيشي، نتيجه جيشي. هو انت مش مستني نتيجه جيشك، هو انت بتمط في الوقت بس على قد ايه ما تقدر على ما تعمل.
فانا دلوقتي ايطالي، ايه يعني علاقه الايطالي ولا مم. حاجه؟ مم. لحد ما جه وكان المفروض ان انا واخد بقى، انا عايز ابقى اشتغل ايه، موظف في شركه، حاجه مالتي، حاجه بتدور كويسه. زي اي شاب، يا اما ابقى موظف في شركه يا اما اسافر. بس طبعا اللي هو ايه، مع الانفت اللي هي برضو بصراحه اللي هو ايه، لا مش اي شغلانه. مم. عارف انت اللي هي، لا انا ما عشان انت ولد وحيد بس. عشان متدلع ما بالظبط يعني، هو متدلع يعني. انا بقى موضوع النمر الاسود وهتقدم واخدها مش كده، وانا اه. متدلع. مش متدلع، كنت انا يعني ماديا عاليين جدا جدا جدا، فمرفه، لا هو لا. مرفه دلع. ايوه ايوه. فطب هتعمل ايه؟ واحد بقى صاحب والدي جدا، يعتبر يعني شبه عمي، مم. آه... سافر السعوديه. سافر السعوديه يعمل ايه؟ مم. اشتغل معايا. اشتغل ايه؟ عندي مطابخ ودريسنجات. لا مطابخ بس، مطابخ شبابيك طب اهم حاجه تتكلم لغات كويس. اه جدا. طيب ماشي. طب انا دلوقتي مسافر، ايه هعمل ايه؟ عارف انت اللي هو تعرف تعالى بس، هناك. تعالى بس يلا هي وبتاع. ماشي. روح سافر. ده شركه مطابخ. اعمل ايه انا في مطابخ؟ مم. مطابخ. طب اعمل ايه انا في شركه المطابخ دي؟ بس اقعد بس شوف كده الوضع. وانا قاعد بقول لك بدات ايه في الاول، حسابات ولا بدات ايه؟ لا. آه... نفس مفهومك انت عن المطابخ بالظبط. اه. اتفرج. مم. يعني إيه، ما انت عارف ايه في المطابخ دلوقتي؟ ما فيش. مم. هو بقى اقعد اتفرج كده، اتعلم بقى الدنيا ماشيه ازاي. ماشي. فطبعا مع شويه حاجات بقى ايه، طب دي يا حبيبي بتعمل ازاي؟ محدش يقول. مم. ما انت جاي عن طريق مين؟ انت طريق صاحب الشركه. طب تعالى بقى، خلي بقى صاحب الشركه بقى ايه. ينفعك. اه. فتقعد بقى قاعد في المكان. ما هو مش مكان واحد يعني، انت مش قاعد كسيلز، لا انت بتقعد بقى تتنقل في ما كل تتنقل، حاجه. عمال تشوف بقى تتفسح. بس طب ايه ده يا جماعه؟ بتعملوا ايه انتوا؟ مم. ولا انتوا ايه ده؟ مطابخ ايه؟ يعني ايه اللي جابني هنا؟ وعارف انت الكلام. ايوه. وبعدين هو كان قايل لي الموضوع بسيط جدا، قال لي انت لو زهقت امشي. مم. ماشي. بس نقله برضه. طب هو لو زهقت امشي، كان ساعتها بقى ما كانش. لا، نقلت ان انت الولد الوحيد المدلع اللي هو مش كان في دماغه حاجه، فجاه هوب ده روح بلد غريبه، فجاه انا لوحدي، فجاه انت ما حدش بيعلن حاجه. وكمان الدايره المقربه منك مم. شهر وراجع سفر ولا بتاع سفر. اه، محبوطين. فانت كده كده لو رحت هتشيل طوب. مم. ما انت مش هينفع ترجع، هيبقى عندهم حق. فانت عادي. وانت كده كده مأمن برضه ان هو صاحب يعني، مش هيرفدني. مش هيفيدني، مش هيعيش وحش يعني. ايوه. كده كده مش راجع. طب انت لما تطلع اصلا، اللي مسافر ده بيسافر ليه؟ مم. لا اما بيعمل سيفنج، او انت رايح تشتغل بجد بقى، فتحوش فلوس عشان تفتح حاجه، مم. مشروع بقى مش لو مشروع عايز آلة، احسن دخل. اي مصيبه. مم. فانت طلع برضه بقى بهرج. مم. وما كانش ما فيش يعني ايه الموت، ايه الهدف؟ ما فيش هدف. مم. او انت المفروض انت اتخرجت في الشغل. فاهم. الفتره دي استمرت قد ايه بقى، ان انت في الهوية هناك مش في حد بيعلمك وانت مش عارف تعمل قد هو ايه؟ انا رحت، مم. اول ما وصلت كده بصيت كده على المنظر. هو قال لي ايه؟ ما عجبكش؟ انزل. لا مش انزل. شوف ابقى بس سيب الشركه واروح اشتغل اي حاجه تانيه. ايوه. قلت بس القمه تطلع انا ماشي. ما طبخ زفت ايه. مم. بالظبط كده. قعدت بقى ايه، وبتشوف بقى حاجات غريبه الشكل. يعني مم. ما اكيد بتتكلم بجد. انت اكيد زومبي، مش انت انسان حقيقي. وبرضه هو في حاجه مع دلع بقى زياده لزوم. عارف انت، ما هو مفيش حد بيتدلع. انت المفروض بقى ايه، ايوه. انت رايح هناك. ما هو اللي رايح هناك، ما بقول لك، لا اما رايح يحوش، لا اما رايح هيحوش برضه عشان يعمل حاجه. لكن انت مزهوق، روح يلا. لا انت رحت، فانت برضه يعني انت ايه، تشتري لبس يعني، مش حد ما يعني حد بيروح يشتري لبس غير هو نازل. هم ايوه هناك كده، انت مفيش بقى الهبل ده. ايوه. فانا ما فيش يعني مرتب، هو بقى باكل واتبسط. فانا يعني ما حدش بيعمل كده. بس بتعمل ايه بس، يعني شغلتك ايه؟ ما انا بقول لك بتفرج، اتعلم. الكلام ده استمر قد ايه بقى؟ انا اصلا جوايا، انا بقول لك انا خدت القرار من اول ما رحت هنا. لا لا لا، مش جاي معايا سكه دول. ايوه. مطابخ ايه؟ امتى بقى قرارك اتغير؟ بقول لك اول ما وصلت لا، امتى اتغير؟ اغير المكان. امتى اتغير من ان هو لا المطابخ مش جاي مع سكه، لا ايوه المطابخ جاي مع سكه؟ لما رجعت. يعني ومش انت كمان رجعت؟ لما رجعت. يعني انت ما استمرتش ما فتره انا هقول لك طويله؟ بقى، انا بعد ما تمام قلت لا 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 لا، سي في وبتاع وكتر بيلر. احنا مطبخ ايه؟ رحت قدمت في كتر بيلر. ابروفد. حلو جدا. ابروفد
10 اضعاف المرتب. ما شاء الله. اشتغل ايه؟ مترجم ايه يا جماعه؟ مترجم ايه؟ ايطالي. لا مترجم انجليزي. انجليزي ايه؟ ما كانش بقى سعوده والكلام ده، ما كانش فيه الكلام ده. فاهم. ترجم انا بتكلم انجليزي حلو بس مش هترجم، يعني مش هقف مع واحد اقول له اترجم يعني. اصلا انت هترجم بايه لما واحد تقول له ازيك وعامل ايه واخبارك ايه ويتكلم كلام عادي في قعده زي ما قاعدين انا وانت عاديه، لكن كتر بيلر ده هيقول لي مصطلحات انا ما مولات فكده الشركه هتقفل او انا هترفد، فما حاجه من الاثنين هتحصل. ايوه. فبرضه انا مستغرب عارف انت بتاخد انترفيو ابروف ايه يا جماعه؟ ماشي. جيت اكلمه اللي هو بقى السلام عليكم، بس اتفقنا. والدته توفت. والدته هو. قلت ماذا بيني وبين الله. مش عارف تسيبه. مش عشان انا مش عشان انا جدع، عشان مش عارف اتكلم معاه. انا فاهم انت محرج. ايوه انا أيوة. لا مش محرج، هو انا مش موجود، هو نزل مصر. يعني لو كان موجود عادي هو والدتك كنت فيها بس مساء الخير انا عاوز امشي. ايوه يعني انا مش موجود فانا طيب بالنسبه لي طبعا انا مستني. نزل قعد 3 شهور كده. انا بقى لي قد ايه؟ فتره 6 شهور. حلو. في 6 شهور بعمل ايه؟ في لا لا لاند. ولا حتى بتتفرج في المصنع ولا اي حاجه؟ اي ما انا قاعد بقى اكن كل يوم بنزل اخش سينما مع شويه حاجات بقى مش طايق الناس، مش طايقينك حاجات بقى غريبه كده، مش طايقينك عشان انت وحش، عشان انت جاي عن طريق صاحب الشركه. تعالى ازيك يا خد يا نجم، مدلع. ايه يا نجم انت عارف انت هتاكل ايه؟ تاكل معانا ولا ما تاكلش الاكل ده؟ عارف والله اديتك سندوتشات ولا لا؟ فياس. فانت عارف انت تحس انك انت طبعا يكلموني في البيت واب وام بقى، ام بالذات كمان، ايه الاخبار؟ الملك الامير انا بتعمل كده هناك، هقول له ايه؟ هيزعله، هيجي لي انا اجيب لكم سؤال في شويه. لا اللي هو انت معامله في اي بي، انا مش عارف اقول له ايه اصلا. انا مش شايفه اصلا يعني اللي هو رماني حطني، عارف انت ايه؟ عارف انت عندك كاتش كلب كاتش اجري. فبالظبط كده هو بالاخر كان بيراضي والدك. هو والدي ما طلبش، يعني هو قال له انت عندك طارق كده، كان هم قاعده عارف انت. ايوه انت عم ينزل معانا يعمل اي حاجه. انت عبد الرحمن ابنك قاعد اهو بيلعب مثلا حوالينا كده ولا بتاع فاضي. طب خد يا حبيبي تعالى نروح فين كده. هو ما لحقتش اتخرج يعني، انا برضه عارف انت ماشي. الكلام ده استمر 6 شهور بعد كده. فانا قلت ايه؟ قلت لبابا كلمه بقى مع في كاتربيلا دي هتمشي. اصلا واصله والفيز بدا بقى حوار المؤسسه احمر واخضر. انا مش عارف بقى الناس هتعرف اخضر واصفر وسعوده ولا تعين ناس سعوديين، انا مش هينفع انقل انا كفاله من غيره وحاجات كده. نزل قعد معايا قال لي ان انا اسيبك تمشي مش هيحصل. الله ايه اللي مش هيحصل؟ والقاعدين دايما دموع دي ما فيش. قلت لا. طب هتعمل ايه؟ قال لي بقى كان حصل موقف كده عشان الانجليزي. ايه الانجليزي المستخدم في شركه المو؟ ايه تخيل ايه؟ مش هو سالني قبل ما تطلع اهم حاجه الانجليزي مقاسات كلها ميجر. لا انك بدل ما بتكتب 13 بتكتب 13. ايوه مقاسات فشرطين الفرق ما بين ايجيبت بالظبط ومصر. كينج عارف انت يا كينج بتاع هي كده. ايوه. طب ايه 13 ايه؟ ما بجد. طب فين لحد ما بتطلف المصنع في عيال فلبينيين عاوزين نتعامل معاهم. طبعا هو لا عارف انجليزي ولا ده عارف عربي، فبيشاوروا لبعض. ايوه دي اعمل كذا، دي حاضر كده وهذا. فما كانش حد بيتكلم مين غيري انا بالظبط. حد بيتكلم غيري ايه هو في ناس اوكي وجود باي وكده ده انجليزي. في بقى كنت اتكلم مع ناس فبتشوفت بقى خطوات، انت بتشوف بقى صناعه. ففهمت. انا عمري في حياتي كان المصنع ده كان المونيوم، ما مسكت قطعه المونيوم اصلا قطعتها في حاجه، بس انا بشوفه بيقطع فعارف بيقطع ازاي. فانت لو جبت صنايعي وقلت بيقطع ايه هيبقى غلط، لان انا عارف بتعمل ازاي. فهمت قصدي؟ يعني مش لازم تكون انت جايب، يعني انت تكون انت حرفي مصنع بايديك عشان يعني. دلوقتي اغلب المديرين الفنيين في الكوره حتى مش شرط يكون لعب كره قدم. مورينيو لعب كوره ما لعبش. عندك كمان بس مش كل الناس مورينيو بالظبط. يعني انت مورينيو ده في وسط كام مدرب؟ لا كتير. قليل. يعني مورينيو قليل. يعني مورينيو قليل خالص. كام واحد ما لعبش؟ مش كتير لا. في اوروبا كلها بس هو دلوقتي حتى يعني مثلا كوره تلاقي اللي منجحها هو الداتا اناليسيز، الناس اللي هم شغالين تحليل بيانات، هم دول اصلا كلهم مش بيكونوا لعبوا كوره قبل كده. فدي مش بالضروره ان انا كنت صنايعي في الحرفه دي. اغلب مديرين المصانع ما اشتغلوش الحرفه دي قبل كده.
دي حقيقه يعني. وبعدين بقى تشوف، عارف انت في حاجات بقى خد بالك الفني الناجح مش بالضروره يبقى مدير شاطر، بالعكس. دي قصه، دي قصه هنخش فيها كمان دي شويه. قصه كبيره. بعد 6 شهور دول ابتديت تنزل جوه المصنع تشوف العمال. انا اصلا بنزل في الست شهور كلها، بقول لك مواقف كنت بتنزل بس بتتفرج مش عارف. ما بفضل اتفرج برضه يعني، انا فضلت اتفرج. بعد 6 شهور بعد ما هو قال لك لا مفيش نزول، ايه اللي اختلف؟ طيب ابتدي بقى، هل انا بعرف ارسم؟ لا، بس انت ممكن يكون ذوقك حلو. مش قصدي انا يعني مش انا جامد يا جماعه، فانا اقول لا انا انت أيوة. عايز بتضايق من الموضوع، حد يقول انا مش شرط اكون فنان بس ذوقي حلو في اختار الحاجه. ممكن يبقى الناس بتقول ان هي كان ذوق حلو. أيوة. فانت ممكن تعمل حاجات الوان تركب مع بعض، يعني مش كل الالوان تنفع في لبس هتنفع في حيطه. صح. يعني تيجي تحط مثلا، يعني انت مثلا ممكن البيبي بلو ده حلو جدا في مثلا كهودي، تمام. هتعمل حيطه بيبي بلو، مصيبه سودا، تمام. قيس بقى على كده حاجات كتير، فانت ممكن يبقى عندك لقطه بس فكره التركيبه، فاهم. فجات بقى ان انا ببقى قاعد فاتقال لي بص انا بيعجبني ذوقك في عايزين المطبخ في العرض كده رايق. ذوقنا كرسومات مش هرسم انا بايديا، يعني مش هرسم، مش هقعد على اللاب وارسم على البرنامج وبتاع، لا. يعني انا كان واحد قاعد كنت عامل لي وحده 90 سم، ما كانش في فكره بقى قلاب. انت عارف القلاب دي اللي هي بتفتح كده، ان نعمل قلاب بالعرض ده. يعني ايه عرض 90 سم؟ اعمل طرفه 90 سم 90 سم والهود في النص 90. المهم عملت تصميم كده كان غريب والوانه غريبه، كل اللي شافه لطم. انا عشان بقول لك انت ذوقك حلو وتعمل اللون ده وايه التصميم ده، انت بتخرب بيتي. ركب المطبخ، روح ركبوا المطبخ في المعرض لو جامد. لا مش هم اللي لو جامد، الناس بقى. المطبخ الالماني تبغى المطبخ الالماني، هو ولا الماني ولا هو ستايله تقريبا الماني في ستايل ماشي الماني. فبدا بقى ايه، يعني انت وانت بتعمل الافكار دي انت ما كانش عندك ريفرنس؟ مفيش انا مفيش، هي كده من دماغك. اسوأ ما في التصميم والشركات في بتبقى ترند كده مطبخ مثلا على بنترست، الناس بتاخده بتفاصيله فتره بقى. لا بتفاصيله. يعني انت ممكن يعجبني ايه، يعني واحنا قاعدين دلوقتي مثلا انا عاجبني الجري مع الاسود اللي انت لابسه، ما اروحش اجيب نفس التيشيرت الجري مع الاسود بنفس الدرجه، ممكن يكون عاجبني فيها كله الكلمه اللي على الخط، طب هي دي همشي عليها. فممكن تلاقي مطبخ حلو جدا تفاصيله هو شكله حلو، في تفصيله حلوه خد التفصيله. شفتها بقى في معرض بره مصر ديزاين مثلا، شفتها ما تاخدش الديزاين، يعني المشكله ان هو بياخد الديزاين زي ما هو ويروح حاطه. هي مش يعني حتى لو خدت ديزاين اغير الوان بحيث ان انا ابين رجليه مختلفه. عارف انت يعني لو الازاز بيمين يجي يمين يجي شمال، ياخدوا كوبي بوست. خد لقطه، يعني انت ممكن تاخد لقطه من ديزاين ولقطه من ديزاين تاني خالص في دوله تانية، في معرض شفته انت مثلا. بس دي حته ابداعيه، دي هنتكلم عليها بعدين. انا بقول لك هي، لكن انت يبقى عندك ريفرنس المطبخ كله تاخده كده قصدي سرقه، فخده حطه كده، ده تهريج يعني. ايوه فعلا. فبدات بقى ايه حلو، شوف اي مشروع اعمله وانا ابقى سبورت معاك. مشروع ايه، افتح معرض تعمل حاجه. موضوع الشراكه بقى هناك كتير جدا. طب ليه هو رغم ان المطبخ سمع وكده ليه هو ما دعمكش بعد كده في المجال ده؟ قال لي لا تعالى، هو دعم، قال لي تعالى سيبك بس من انت دماغك حلوه، انت بتفكر خارج الصندوق. شوف لي بقى حاجه، شوف لي حاجه تانية تجيب سواء في الشغل ده او بره الشغل ده. هو طبيعي بقى ان انا المفروض اقعد معاك اقول لك والله الواحد تعب جدا وانت قعدت نمت خدت كميه كورسات وديزاينات، ما في هو فيش كلام كان ده ما حصلش. طيب انزل شوف اي مشروع، ما انا درست جدوى بتاع مشروع كنت عايز اعمل حاجه معينه يعني بدون دخول في تفاصيلها. طب واصل استنى والسيوله ومش بس هو انا جاي اصلا ليه؟ عرفت بتقعد في نفسك كده يعني ده اقل من سنه. انت جاي ليه؟ ما هو اللي جاي عايز يجي بيروح يشتغل بره عشان يعمل الفرق. لا انا بروح بره لا اما هكمل حياتي بره، انا مش هينفع اكمل حياتي بره. انا واد وحيد بقول لك ومدلع وماما وبابا فاهم قصدي؟ مش مدلع يعني انا بخرج فاهمك، ليك معامله مختلفه لكن في الشارع مش بابي يعني هو محترم وكل حاجه وفي حالك. بس انا يعني هو معروف هنا في مصر، مش تحاول تبرر الموضوع، هو كده معروف هنا في مصر. والله ما بابي وماما
ايه والله لا ما انا عارف، لا ما اقصدش، انا قصدي ان هو متدلع بس. فكره الولد الوحيد ان هو على بنات بيبقى مدلع، انا معروف كده في مصر مش هكمل حياتي هنا. طب انا قاعد ليه؟ يعني. ما هو انا هكمل مش هكمل. مشروع جميل جدا مش هكمل. بقول لك متدلع مش متجوز ما فيش حاجه. طب اللي بيشتغل ليه عشان يفتح مشروع؟ طب ما انزل افتح. انا معايا فلوس يعني، ما بقول لك انا مش غني جدا جدا بس معايا فلوس افتح مشروع، ما انزل افتح مشروع. طيب ما بلاش افتح مشروع، انزل اشتغل في شركه. طب انزل اشتغل في شركه في مصر جنب بيتي. انا نزل زهقت انا نزل ولا كونت صداقات هناك ولا اي حاجه، فكنت زهقان. لا هو في فرق، او في قصدي في الحوار الصداقات ده بيبقى بيختلف من الشخصيه شويه. في ناس بتسعى للصداقات وفي ناس الصداقات بتجيلها. يعني انا مثلا انا كان بيبقى مثلا ريال مدريد وبرشلونه والاجواء بتاعت رونالدو وميسي، فانا كان بالنسبه لي هو اهم، هو اللي في اليوم كله. كان موضوع ما كانش فيه انفتاح قوي زي دلوقتي، فمفيش خروج اصلا. فانت الخروج ايه؟ دوري اسباني دوري انجليزي. فهي ان معظم الناس اللي بتقعد معايا كانت بوزيشنات تقيله، مع في ناس بيشوفك انك مختلف شويه في طريقه لبس، في طريقه غير الوضع بتاع هل المجال ده. الصداقات اللي انت كونتها وانت هناك فرقت معاك بعدين في اي حاجه في حياتك، ولا لا عادي هي مجرد صداقات انت ممكن ما تعرفش عابره؟ انها فرقت دلوقتي. حلو قوي، حلو قوي الحته دي. ايوه بص انا اتعلمت كده يعني. انت بتشوفها بتتقيم دلوقتي، مش بتقيم في حياتك. انت هتعرف ازاي انها ممكن سنه سنتين تبقى فرقت. بقى مواقف غريبه نزلت بقى ولا عملت ايه؟ نزلت عشان قلت بقى اخد الخطوه، ان انت تفتح حاجه مع نفسك، افتح سينما. سينما. يعني سينما اخد براند. انا ما بقول لك انا برضه مش بتاع انا مش انا ماليش مطابخ انا ودريسنجات والكلام ده. حاجه لها علاقه بالمطبخ برضه. انا عرفت ان انا كويس فيها، بس انا برضه ايه، ما مش هعملها. هاخد براند. طب ما افتح اخد براند السينما. طب انا واحد صاحبي كده هو عنده مكان نساله، طب افتح ايه كده بقى. حاجات برضو ما جاش في دماغي. ما انت خلاص كتوظيف كثوره والكلام ده مفيش بقى، هتبقى حاجه. انا بقول لك برضو انت مش هتعرف يعني في شغل برضو انت عارف انت لا، الدلع هو اللي موصلك برضو حته حلوه وحشه. طب ما تعمل طبخي. مش انت شفتها هناك؟ طب مطبخ انا عارف خلاص ما هتعمل ازاي. اصل انت هتعمل ايه؟ بترسم. انت بقيت في الاخر بقى بترسم معلش. وبترسم بقى برسم بهبل، مش برسم يعني مش بهبل اللي هو بقى فاتح البرنامج البينت وبرسم هبل. لا انت ان هو مش على اساس علمي تقصد ان هو بترسم لا اساس اللي علمي وكل حاجه، بس برسم حاجات مش الطبيعي ان ارسم. يعني اللي هو ايه، اعمل بقى طول بقى، عايز اعمل حاجات غريبه. بتعمل حاجه اوت اوف بوكس بالنسبه لغيرك، هي مش هو مش مفهومه. بعمل جامد، بس هو بعمل حاجات وبعد كده تكتشف ان هي مثلا ايه، لا دي هتاخد الضرفه دي هتفتح ازاي، لا امسح دي كده. لحد ما بتيجي تتطور. فمش كنت ديزاينر رهيب يعني، هي بدات معاك انك بتتقلب بتخترع حاجات وبعد كده مشيت معاك. ده الفرق ما بين الديزاينر اللي بيفكر بره الصندوق بالديزاينر اللي بيعمل المعتاد اللي بيسرق من على بنترست زي ما انت قلت. السؤال دي الكلام ده انت بتشكر فيا لا اقعد وارتاح. في ديزاينر انا هاخد من بنترست واقلد. هي في ديزاينر انا عاوز اعمل حاجه جديده، عاوز اعمل حاجه مختلفه، حتى لو هتطلع وحشه بس هيطلع منها بعدين حاجه حلوه. بالظبط. انت هيقابلك بقى مشكله تانية، انك انت دلوقتي انا ما بحبش تاخد اللقطه. يعني انت حتى مثلا ايه، حتى في اللبس يعني مثلا تلاقي مثلا الموديل لابس هو حاطه بطقم معين، في ناس بتحب تخش تشتري هات لي الطقم اللي على المكان ده. فانت ممكن تبقى انت ماشي هو اخد القطعه دي واشكلها مع قطعه. لا هو انت كل اللي عجبك في الليله دي بريستت لابسها ايام البريستت بقى قبل ما يعني في بريستت كده لابسها المكان شكلها حلو، هو حاططها كده. انت عايز تشتري بقى البريستت مش عايز الطقم كله. هي دي اللي انت شايفها انها هتحلي حاجه تانية عندك. فانت بقى تيجي بقى الحته دي، هل عشان انت جامد؟ هو لا، هو انت ممكن عندك موهبه فضل من الله. خد بالك انت متواضع بس. ايوه اكد على المتواضع ده عشان عجباني بصراحه. بس في مجال فكره التفكير العقليه اللي احنا بنتكلم فيه، هو ده الفرق ما بين العقليه العاديه والعقليه اللي بتفكر خارج المنظور. في واحد، يعني احنا بنقول دايما ايه، المصمم البروفيشنال، اي مصمم في اي مجال، البروفيشنال والمصمم العادي، الفرق ما بين ده وما بين ده طريقه التفكير. ده بيفكر بطريقه وبذوق هو مش عارف يعمل لها هاند. ما هو بقى انا اللي انت بتقول فيه ده ان انت مش متخيل ان انت اصلا عندك طريقه التفكير المختلفه دي. انت بتقول ان هو عادي، هو جه على دماغي. لا يا باشا، دي طريقه التفكير المختلفه. ما هي بقى انت تكتشف كمان انك انت مش مصمم اصلا. يعني انت برضه الحاجات دي مش هي تصميم، لان انت في حاجات ايه
انت في غير التصميم، فبتكتشف ان في حاجات، بقيه الشغل بقى في حاجات انت واخد مثلا ايه 60% حلو تصميم، 70 حلو ذوق، 30 حلو هو كومبينيشن لازم إن يكمل فانت مع بعض. ما فيش كمان اللي هو انت بقى تحس زي شفت انت الموضوع جه ازاي في الشغل لحد دلوقتي، تحس انك بتزق كده امم يعني. خد بالك انا ما اتعاملش معاك في شغل ان انت تصمم لي مطبخ او حاجه، بس انا بقول لك من غير ما اتعامل معاك انت شاطر. عارف ليه شاطر؟ لان الناس الشاطرين دايما متواضعين، ودايما حاسين اللي هم فيه الشطاره منهم ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى، وانا اتزقيت عليه. ربنا بيسبب الاسباب. ربنا خلى عندك لمحه وذوق حلو، طريقه تفكير مختلفه، وزي ما انت قلت هو تشكيله ما بين حاجات مختلفه. انا مش شرط اكون اجمد واحد في الذوق ولا 100%، ولا اجمد واحد في التصميم ولا 100%، ولا اجمد واحد في الامانه ولا 100%، بس انا عندي تشكيله من الكلام ده كله مخليني واخد 8 من 10، واخد 7 من 10 في معيار البشر. فانا نجحت بسبب ده. فاهمني؟ الشطار مش بيبقوا مدركين دوت، هو بيبقى مدرك ان انا عادي، انا بمارس اليوم بتاعي، الشغل اليوم بتاعي، أنا مش في دماغي حاجه يعني، انا مش شاطر عادي، انا بعمل عادي. على عكس الخايبين بقى في الشركات، بص انا شفتها في احنا حياتي، احسن مصمم، احنا احسن مش عارف ايه. ما انا شفتها في حياتي بقى. بص هو مم. لما لما تبقى دايما في شركه في البيك جامد جدا، هو بتحس ان هنا بقى انت بتتسأل انت جامد. اه انا جامد، مم. انما هي فتنه. مم. ما شفتش واحد وصل للبيك وقال انا جامد اللي موافق. انما اوتيته على علم، انا ديزاينر، انا انا البوب. طبعا احنا مش بنتكلم هنا على مستوى الهزار، يعني احنا ممكن بتكلم الناس، بجد. لا انا قصدي ان واحد لو قال مثلا في وسط التيم بتاعه احنا جامدين ومش عارف ايه، ده مستوى هزار بيهزر. لا انا بنتكلم على اللي بيكون كونسبت جوه دماغه، انا في هي ان انا اجمد واحد. انا جامد دي انما اوتيته على علم، بل هي فتنه. مم. بدون طبعا في شركات كتير وفي كان في وحوش. حلو. فين؟ هل هو وحش عشان هو مثلا عمل؟ مش لازم تبقى على فكره ممكن يبقى اداريا كويس جدا، ديزاينر كويس جدا، انما هي فتنه. ايوه. طب انت انا كطارق هكمل، ايوه. طارق هيعدي جدا، لازم هتعرفها ازاي؟ لازم تعيد الفضل لصاحب الفضل. هو مش انت، هو يعني انا بشوف انك انت ايه، انت بتنزل تعمل ايه؟ انت مم. بتدور العربيه، اروح الشغل. ربنا ما بسوقش، انت اللي بتسوق لي. لا انا بروح الشغل. ايه بس انت قلت ايه؟ قول يا رب انا ما بسوقش، انت اللي بتسوق لي. يعني ايه؟ يعني انا مهما وصلت بيا الدرجه ان انا بسوق حلو جدا، بروح مفكر نفسي اه يا بص، رب انا ما بسوقش، انت اللي بتسوق لي. اصل لك الحاجه، انت لما بتيجي يعني انا حتى في الشغل انت هتيجي تقسمها كنصين. مم. انا جامد، دورها، مش هتعرف بالظبط. تدورها. مم. ماشيه فضل، مهما كنت انت ايه هي مم. فضل. هي بيقول لك بالسلكان في الاخر. هي فضل فعلا. مم. فانت هتنزل، انت مطلوب منك تاخد اسباب. يعني عارف انت في مثال كده اللي هو بتاع ايه، لما السيده هاجر، مم. سيدة هاجر سيدنا إسماعيل، هي سابت، احنا نروح صفا ومروة، صفا ومروة ليه؟ عشانها. عشان بالظبط. صح؟ صفا مروة، صفا دور على ايه؟ المية. المية طلعت فين؟ في آه. صفا مروة. لا عند زمزم. بس هي ما ساعدش عند زمزم. مم. هي ساعدت فين؟ في الصفا والمروة. انت ليك ساعي، مم. فانت تسعى في حته نتيجه مش بتاعتك. مم. فهمت قصدي؟ انت انا هقعد اسعى في ايه؟ انا هنزل الشغل، هفتح معرض، المكان ده عقلانيا كويس. مم. تاخد الاسباب بقى. ما تاخد اسباب كامله. مم. خلاص قفل، هيقفل، مم. كسر الدنيا، الحمد لله. واحد شغال واحد مش شغال، دول كده بقى. ايوه فهمتك. فاهم قصدي؟ تمام. احنا كده وصلنا اللي انت خلاص قررت صاحبك نصحك وتفتح مطابخ يعني، فانت فتحت مطابخ بقى. فتحت بقى اللي هو ايه، فتحت في اقاليم. عاوزين نركز على الحته انا دي. بالزقازيق، مم. فهفتح بالزقازيق. حلو. طب هتفتح بالزقازيق عشان ايه؟ انا ليا يعني كان اصحابي كتير. الزقازيق معظمها او معظم الناس بيبقوا عارفين، كلها الناس عارفه بعضها، حلو. فبيبقى معارفك كتيره. انا اصحابي ما فيهمش حد فتح مطابخ. مطابخ ايه افتح انا مطابخ واخدم على معارفي ومعارف معارفي وهكذا. وبعدين انا مش كنت بهدف برضو. انا ما... وعندي مشكله انا طبعا يعني، بس طب انا ما اجي اتجوز بابا شغال ايه؟ مم. يعني انت فاهم قصدي؟ ما انا برضو عايز اعمل حاجه قويه. مم. ما هو هفتح محل ايه؟ اقعد في محل، انا مش جاي معايا سكه كده. مم. تمام، انا جاي معاك
بصراحه. الفرع بتاع الزقازيق الحالي ده هو نفس الفرع اللي انت بدأت بيه؟ طيب الفرع التاني كان صغير في مكان صغير في مكان مش مكشوف، ولا كان كبير، ولا كان ايه؟ اجرت المكان ده، امم. عملت فيه مطابخ، حطيت المطابخ، ما عرفتش افتح، يعني مش هحط المطابخ اللي في المعرض، لان انا كان عندي مثلا ايه، عبد الرحمن عايز مطبخ، امم. طبعا اتعمل اسوأ مطبخ عملته في حياتي شفته. اول مطبخ. كان واحد صاحبي امم. لحد لدرجه ان انا بعد مثلا سنتين ثلاثه كده، عملت لهم في نفس. لا مش علمت في نفسي، شلت المطبخ وقمت مطبخ هديه، امم. عشان انا مش عايز ابقى ايه، انا جاي كده عليه. انت صاحبي، فصاحبي انك انت يعني كصحوبيه انك جيت لي بقيتني عن ناس تانية كتير، امم. فانا ما لا، انت خلاص، فانا عملت كده، هو مش هيعرف يتكلم متأتأ، امم. عدها لي يعني. بس هو مش مطبخ كارثه، والله لا مش ممكن. امم. يعني انا لو عامله انا دلوقتي، انا وعيالي ومراتي في البيت مش هنعمله كده. يعني لو مراتي مش بتعرف تطبخ مثلا، انا ايوه. اكلها تطبخ تعمل لي نفذت مغدي. ازاي اول مطبخ هنا؟ عن طريق ورشه، عن طريق حد تاني، عن طريق انت عملت مش ورشه؟ ورشه، طب هتعمل ورشه دي. انت هتعمل ورشه، امم. ما هي كانت ورشه مش مصنع، امم. فورشه دي انت هتعمل ورشه. يعني انت عملت ورشه بالجانب الشروب. ما أنا عايز بقى، ما هعملها ازاي؟ ما لازم افتح، ما ده اللي انا شفته بره امم. عنده بيصنع. مش عملت يعني اغلب دلوقتي مصنعي المطابخ مش شرط يكون عنده ورشه اصلا ولا مصنع، هو بيروح يتفق مع المصنع او ورشه هي تنفذ له. وضع مختلف زمان عن دلوقتي. ايوه انا فاهم اه. تاني حاجه، انت كمصنع المشكله مش في كده. امم. انا دلوقتي هو انا هجيب المكن منين؟ المكنه ده ايه؟ وانا عارف اسمه بره، مش اسمه هنا ايه، مين بيبيعه؟ امم. بيجيبوا الخامات منين؟ ولاد الحلال دلوك ولا عملت ريسيرش؟ سيرش مكان الفيسبوك كان اصلا يعني مش ما فيهوش صفحه صباح اسمها الخير. بياعين لا مفيش الكلام مفيش. ده. هو ولا في، ما كانش في ميموريز ظهرت، انت متخيل يعني من زمان يعني. امم. طبعا انت ماشي، افتح بقى، هتروح فين؟ مين بتاع ألمونيوم؟ فانا كنت عارف واحد صدفه قابلته ده، تجيب منين بضاعه؟ تجيب بضاعه من كذا في كذا وكذا. عشان واحد كويس. هو مش هو واحد ولا كويس ولا وحش، هو واحد، فقال لي اماكن البيع. يعني انا مثلا عايز اسالك انا بقى، قصدي ان هو يعني ادلك ناس كتير قوي بيخاف على ان انت تاخد رزقه. حلو، بس ده مش رزقه في حاجه، لان انت مثلا اجي اقول لك مثلا ايه، مثلا في الزقازيق عايز اشتري مايكرويف، هتقولي جهازي او الغزاوي مثلا او ايا كان بيتك امم. معروفين، انا عشان انا ما اعرفهمش. امم. انت فاهم قصدي؟ آه بس الموضوع مش اللي هو مش حاجه متغطيه، هو الناس عارفاها، كل بتوع المجال. ايوه عامله زي مثلا مين بيبيع مسامير كذا، فاهم. انا ما اعرفش. ايوه. السلام عليكم. فبدات اصلا في مسميات بره غير مسميات هنا. امم. السلام عليكم وعليكم السلام، عايز فبطلب حاجات اوردر اللي انا هصنعه لي انا، قبل لسه ما جبتش بقى الحاجات اللي عامله. فعايز انا متعود ان انا اجيب بضاعه، طبعا ده غلط، انت تجيب بضاعه كتير. امم. يعني دلوقتي اقول لحد هيفتح، لا ما انت هتجيب ستوك ايه؟ امم. ما ليه اعمل على فلوس؟ قد الشروم بتاعتك وبعد كده شوف الطلب بقى بتاع تعالى بقى اسم. فانا كنت طالب، كان في حاجه اسمها زمان اسمها ضرفه دبل كده، كان لوح الالمونيوم لغايه دلوقتي موجوده، من النص ايه، بره مصر بيحط، شفت الفيلم؟ امم. هو المفروض مصمت، هي متصنعه عشان كده، مش عشان هي المفروض ان لوح في النص فاضي. بس انا كنت بالنسبه للفيلم مفيش. مفيش الكلام لا يا ده. ريت ما فيش، قعدوا يضحكوا. امم. عايز فيلم ايه؟ انت عايز تغلف المطابخ؟ ايه لا يا ابني، الفيلم فين؟ فيلم في النص، تحط فيلم في النص؟ ما هو بره انا شفت بصنع كده امم. يا حبيبي. وبعدين ضحك. تيجي تروح بقى مصنع، اشوف مصنع بيصنع الفيلم، اجيب لي انا، انت متخيل؟ ايوه. انت عايز تعمل حاجه كما قال الكتاب. كنت عندك 25 سنه وقتها صح؟ مثلا امم. تيجي بقى وبعدين بقى يقابلك بقى، عايز تجيب صنايعي، فتسال الولد بقى اللي بتاع الالماني، اللي واقف اللي بيبيع لك بضاعه، انت تعرف حد؟ في واحد، تجيب اتنين، ويحصل حركه طبعا. انت عشان تمشي سيستم بقى، دلوقتي انت بتتكلم في سيستم، قبل كده آه اللي مش عاجبه المفروض تعمل لي واحد اتنين تلاته، فتلاقي الصنايعي يقول لك انا مش عامله. فانت هو هنا جايب الشله معاه يلا يا رجاله. هم ثلاثه، انا كان عندي ثلاثه، امم. هو محل، انا ما فيش فاهم. صنع، ما فيش حد حد، فهو ثلاثه كان كتير جدا. امم. يعني في ناس كانت بتشتغل بواحد وهو بيعمل كل حاجه ويركب، ثلاثه. فقالوا لنا ده اللي عندنا، ما كانش نمشي. انت بقى اللقطه دي، في ناس يقول لك انا سايس نفسك، جيب غيره مشي، امم. ده الصح. انا ما ماشي.
ساعتها ولا دلوقتي؟ ساعتها. دلوقتي الدنيا طبعا اكيد اختلفت. والله بعملها لغايه دلوقتي بصراحه. ماشي بس بعملها، نور الله. بس بعملها ازاي؟ انا ربنا معودني على حاجات. انت لو حد لوالك دراعك انا بشوفها غلط. تمام. وانك توصله، انا دلوقتي بقى اللي بيفرق في حاجه ان انا ما وصلتش المرحله دي لان انت ما عادش في حد بيعرف يوصل معايا لمرحله ان انا يلوي دراعي. يعني انت مشيت، البازل مش هتفك. ده مش رزقك لوحدك، ده رزق ناس كتير. لا البازل مش هيفك، ما تقطع اكيد البازل مش هيفك. يعني ايه؟ انا دلوقتي شلت خيط من التيشيرت، هتحس ان التيشيرت باظ؟ خيط من التيشيرت ده كله هيبوظ؟ مش هيبوظ. فهي دلوقتي بقت كده لما بقت الشغل كبير وبقت مؤسسه. يعني بدل مثلا انت عندك مثلا 20 واحد بيجمعوا، بيجمع شغل، واحد قال لك ده مش عاجبني الوضع ده، لكن الاول كان هو واحد اللي بيجمع، فلما مشي ما عادش فيه تجميع. فهمت قصدي؟ فانت كده ساعتها وقفت. انا دلوقتي وصلت، يعني دلوقتي عملت ايه؟ ان انا مش هوصل نفسي ان حد اصلا يقول لي. يعني انت مثلا هنا مثلا ده بسبيل المثال، احنا بنتكلم هنا من حته اداريه، مش من انك انت كشخص، من حته من حته اداريه، ان انت ما تخليش شغلك واقف على شخص. لما تكون يعني مؤسستك او شركتك واصله لمرحله في السوق معينه، علشان شغلك ما يتهدش من مجرد ان هو واقف على اشخاص. انت عندك واحد بتاع تركيب، معلش النهارده مش هركب، ده غلط. ساعتها كده انت عطلت. فلازم ما تخليش المكنه تقف على ترس واحد. هو عارف قيمته كده، في بدل ترس 3 هو بقى عارف قيمته. تمام. ان انا لو قعدت انا وقفت الشركه دي كلها. ايوه خلاص. وده اكبر غلط. لا منك. بس طبعا ده لما بتوصل لمرحله نجاح معينه تقدر تعمل الكلام ده، لكن مش كل الناس زي ما انت قلت. في ناس ما بيعرفوش يبداوا غير بواحد. دلوقتي ما عادش ينفع تفتح بواحد، او دلوقتي كمان بسبب المنافسه انت محتاج كذا واحد. ما انت دلوقتي يعني دلوقتي غير زمان. يعني زمان بقول لك زمان بقى جو ايه، احمد زكي وهتقدم مفيش الكلام ده. طب قول لي بقى، لا تبدا كبير. قول لي بقى، انت كان عندك 3 ورشه، وبتدفع ايجار ورشه، وبتدفع ايجار شوروم، و انت ازاي اصلا عرفت تحافظ على حاجه زي كده؟ يعني انت لسه شاب عندك 25 سنه، مصاريف شهريه مطلوبه منك كل شهر، لسه مفيش عملاء او عملاء قليل، بتحاول تتعلم في المجال، واخد بالاسباب الى حد كبير. ازاي عرفت بقى تواكب المصاريف والدنيا وانت لسه على الابيض؟ زي ما فتحت بالظبط بصراحه. يعني انا لما جيت كان في السعوديه مثلا كان في خامه الكلادن ده كان منزله 2 وكلاء، ما نزلش هنا كلادن يعني يوفر بس. تمام. ايه الخطوه بقى اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده ان هي بيجي لك عميل في التاني في التالت عن طريق المعارف. وانت كان في كلادن نزل في السعوديه، حلو، وحاجات اعلى من كلادن شويه، فجبتها مصر ليا انا. حلو. فانا قلت اكيد مش وسط ال 100 مليون مصري انا يعني البرم اللي جبتها. صح. في شركات مطابخ رهيبه، تمام، فمش انا. فطلعت لا انا طلعت انا الوحيد فعلا اللي عندي ما شاء الله. فكان عندي خامه مش موجوده في مصر غير عندنا. قعدت على كده ايه، فطبعا بقى كل اللي عايز الخامه بقى بيجي لمين؟ ليك انت. ليا. ده عمل لك يونيك سيلينج. فتعمل لي ان انا عندي منتج فعلا مش موجود في مصر. انا كنت قاعد اقول استحاله، ما مستحيل، انا الوحيد المصري اللي انت الوحيد. فدي بقى ساعات بتقابل الناس مشكله، هو يعني انا الجامد اللي هو انت مش جامد، هو انت توفقت خد يا عم خطوه، خد الخطوه. وكان اكبر غلط، مش غلط برضه يعني، هو مش رزقي فيه ان انا ما بيعوش. يعني انا كنت اجيبه بقى كحاويات فبيعوا للغير. كنت طبعا انت اول واحد دخلته في مصر. استفدت من وراه جمله كتير. انا قعدت مش سنه ولا 2 ولا 3، انا حتى حوالي 4 سنين على ما نزل مصر. فهمت قصدي؟ فالناس تيجي تقول ايه، فانت اصلا لما تيجي تقول لهم مش هقول له كلادن، هيقول لي بتاع يفض. فخبطت اي اسم ايفي. ايه خامه ايفي دي؟ استراتي. عباره عن ايه؟ بوصفها. هو العميل اللي فاهم ايه ايفي ولا انا؟ ايه ده؟ انت هو موضوع عارف انت اللي هو غريب. فاشتغلت فيه كتير جدا، بقيت فيه كتير جدا. فتحت فرع كمان اكبر، الورشه الصغيره بقت ورشه كبيره ما شاء الله. بس كان في حاجات بقى انا ما بقبلهاش، كان كطارق ايه، مش انا او ايجو او كده، بس اللي هو الدلع. انت قاعد وشغال معاك ناس، ما تقولش اروح الورشه. انا هتحط المكان
في صيغه ورشه. في صيغه ورشه. انت عاوز اخلص لو انت 1000 متر واتقال عليها ورشه، العميل هيشوك. السيجمنت تختلف. ورشه. هل انا بقطع في الورشه؟ مش بقطع في الورشه، بس هو الناس في سيجمنت بيروح للورشه وفي سيجمنت بيروح بالظبط معروف عادي. وكمان المشكله ان الفئه اللي بتروح الورشه عايز يروح للمصنع. بقى هحاول انا اروح للمصنع. زي انت مثلا، انا دايما وبالذات في مصر اقرص على نفسي واجيب الاعلى. تمام، كبرنا الورشه وغيرنا بس اهم حاجه ما تقولش عليها ورشه، اسمها ايه؟ مصنع. اهم حاجه ايه؟ مصنع. بس كانت لسه برضو بالتعريف الجغرافي هي ورشه. بدا بقى بعد بقوا 3 بقوا 6 واحد يجيب واحد. طب فوق بقى عدد ورشه. ما شاء الله. حته التصميم اتطورت ازاي؟ انا ببقى مثلا هي الحوار كله كتصميم انا. يعني حتى لحد دلوقتي ببقى في لاين ماشي عليه ادي للناس. انت بترسم الدايركشن. يعني انا مثلا ما فيش حد، لان انا بخش مطبخ انا عارف ان انا اللي مصنع المطبخ ده. حلو. ايا كان يعني دخلني اقول لك لا ده مش مطبخي او ده مطبخي. انا عمري ما اعمل مثلا لون مع خشبي غير ابيض اوف وايت اسود جراي الوان سوليد. ابتديت ان انت تتعلم برامج، ابتديت ان انت تصمم البرنامج كده. المشكله ان في برامج الطبيعي ان الناس بتشتغل على برنامجين بتوع مطابخ. عباره عن ايه؟ يونيتات مطابخ لا من غير جاهزه، من غير اسماء عادي. من غير اسماء. بياخد البرنامج، بقول لك برنامجين. بياخد الايتم، يحط يرص وحده 60 وحده 80 بس بغير المقاسات. فانا مش عاجبني الحوار ده، لان انا عايز اقعد كنت زمان عايز اخترع انا الف حاجات. فانت بتشتغل برنامج مثلا سكتش اب، ده برنامج كويس جدا وبتشتغل عليه اصلا معماريين وبيعمل 3 دي بترندر عادي جدا. فهو اللي هيديك الاريحيه انك تقعد تصمم براحتك، تبني الشيء زي ما انت عاوز. مثلا وانا في الصين، فممكن وانت ماشي تشوف لقطه معينه، بروز مثلا في بتعمل بقى خد البروز بس ومشيه على مطبخ. تعمل تغذيه بصريه بس لقطه. لحد دلوقتي فباجي لما مثلا بيجي لي حد يشتغل معانا اقول له بص انا احترامي انت احسن واحد بيرسم في الدنيا كلها، بس انا عايز رسمي انا مش رسمك بتاعي، الدايركشن بتاعي. هو ممكن هو يرسم حاجات انا مش عايز ذوقك انت جامد جدا. احنا ممكن نتكلم مع بعض عشان اوصل لحاجه، لكن ما ترسمش كمحمد. لا انت ترسم كطارق. طبيعي، معروف ان كل الديزاينرز كل الناس بتمثل هويه الديزاينر ده هو اللي بيعمل اختلاف. دي مشكله بقى مع ناس كتير قوي. انت بتعرف ترسم؟ ارسم محمد. في فرق ما بين تجاره وما بين ان انا بعمل اسم ليا انا. يعني انا مش عايز ابيع مطابخ لا، انا عايز ابيع مطابخ تصلح ليا ولاسمي. فاهم قصدي؟ والمجال بقى انت برضه انا بادئ المونيوم بس. يعني الناس فاكره ان انا مالي في الخشب. هو انا بادئ المونيوم بس. فلما الخشب ابتدى يطلع في الاول خالص دخلته على استحياء. لقيت نفسي ببيع خشب بس ما بقاش الالمونيوم. ترند جدا. طب انت الترند ده لازم هل بقى تكتشف ايه فعلا اللي يصلح ولا يصلح. يعني هل انا دلوقتي عشان اعرف ان الخامه دي حلوه والخامه دي وحشه هعرفها اقرا الداتا شيت بتاعها؟ لا. هل انا كخامه شوف تجربه المستخدم، واحد هينزل البرودكت بتاعه هيقول لك لا انا ما تشتروش الخامه بتاعتي، الخامه بتاعتي مشكلها كذا. لا. فانا اكيد حصل معايا مشكله مع عميل. تجربه المستخدم بقى بيبان فيها. يعني انا مثلا كان في مشكله في الاول انا كان بيضايقني جدا مثلا في مصر بالذات اول ما نزلت دي، ان الالومنيوم هو دهان، الكونكتور التجميع بلاستيك. فالبلاستيك لون والدهان لون، فتلاقي عارف انت ممكن في 4/4 كده. ده مش تصنيع، ده انا بقول لك انا بكلمك عبر عنها يفهمها. ايه الشكل يعني؟ ايه ده؟ شكل مش لطيف. طب ليه حل دي؟ نعمل كونكتور معدني، يعني نجيب معدن فيدهن ده مع ده يبقى ميه واحده. 100 اعمل مطابخ. قابلك مشكله ان المعدن ده خامته بتملح من الرطوبه، يعمل زي بيصد كانه بيصد، مش بيصد، بيعمل بياض كده، بيغير. العميل بقى هتقعد تقول له اصله مش اصله، هو دي طريقه تصنيعه. لا اديني البلاستيك، اديني بلاستيك، فتبتدي تغيره بلاستيك. بعد كده لغايه ما انت انا مش عايز اوصل للبلاستيك برضه. فانا اعمل ايه؟ انت طبعا في مطبخ عشان تغير له 4 عشان تغير له. خد بالك انت بتحكي حاجات يعني حضرتك مش واخد بالك منها خالص. دي كلها مايند سيت. اول حاجه ان انا افكر ان انا اجيب خامه انا شفتها، لا قبلها كمان ان انا افكر ان انا احط فيل
ما بين الطبقات علشان انا شفت ان ده الصح، لان دماغي ما قبلتش الوضع التاني، لان الوضع التاني مش مش صح. ما قبلتش، هو ده اللي انا شفته. ايوه ما ايه هو. اللي خلاني اشوفه؟ مش انت. ما هو برغم ان انت لقيت المجتمع الجديد ما بيعملش الوضع ده الا انك ما قابلتوش، وبرغم كده انت رحت وقعدت تدور على حد يجيب لك فيلم ليك لوحدك. وعلى فكره هو انت ما قلت مش، انا دلوقتي انت كعبد الرحمن هتشتري مني مطبخ، هتشوف الفيلم؟ لا. هتعرف انك الفيلم؟ لا. فما خدتش المكافاه دي منك. ايوه انت بتراعي ربنا في شغلك. ما ده اختلاف، ده اختلاف عقليه. ما ده اللي بقوله لك، ان ده اختلاف عقليه. واحد تاني يقول لك لا يا عم، ويعني ما اعملها من غير فيلم، المشكله ما الناس كلها شغاله كده. تاني حاجه انك فكرت ان انت تجيب خامات من السعوديه علشان خاطر انت كنت عاوز تدخل شغل جديد في شغلك وتعمل حاجه جديده. فاجئت المكافاه برضه التانيه من ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا يبارك لك ان انت الوحيد اللي جايبها. تالت حاجه ان انت كنت في الاول خالص بتعمل تصميمات مختلفه عن اللي الناس بتعملها او الناس بتقلدها. في الاول كنت بتعمل شغل وحش، وده طبيعي. كأي ديزاينر بيبدأ بيعمل شغل وحش، هو مش وحش، هو بيكون مختلف عن المعتاد. لا هو مش ما كان زي ما كانش مشكلته. عارف اه. مشكلته كانت في ايه؟ مم. ان انا رسمت الاوردر، انا رسمت الاوردر تمام، فانا عايز مثلا الخط ماشي كده، مم. فالصنايعي قلت له هتعمل واحد اتنين تلاته. الصنايعي معتاد على شيء معين فعاوز الصنايعي يكمل. هو بالنسبه له هو اهم حاجه ما يهدرش في اللوح. اه. زي انت تجزات مثلا، انت مثلا دي ماشيه بالعرض ودي بالطول، هو اللي فارق معاه عرض بطول، فتحس انه مقلم، ايوه. يعني شويه كده وشويه كده. عامل زي تعمل ايه؟ السيراميك اللي بيكون له باترن هو بتخلي باترن ومكان في كل غلط. الله ينور. بس برضه حتى لو انت اكيد برضه بدأت بخطوة في التصميم واتطورت، يعني اكيد انت بدأت بمستوى واتطورت وتعلى وهكذا لغاية الآن بتعلى وبتتطور كل يوم. آه وال كل يوم معلومه جديده. والنقطة الأخيرة دي حضرتك برضه، لا انا عاوز اجيب، مش هركب الترند وخلاص. النقطه قبل الاخيره، انا مش هركب الترند وخلاص. لا، انا مش معنى ان في خشب ترند ان انا اروح اجيب خشب وخلاص. النقطه اللي اشتغلت على قد ما ينفع المستخدم. النقطه الرابعه، لا انا مش هعمل كونكتور بلاستيك، انا هعمل كونكتور حديد. بعد كده الحديد طلع فيه مشكله، بعد كده الحديد فيه مشكله. ترجع طب بلاستيك. انا ارجع بس، لا انا مش عاوز البلاستيك، انا عاوز اقعد اشوف بقى. حل رابع. الحل الرابع بقى انك ما تعملش كونكتور، تعمل كونكتور داخلي. اه. وحلت لي المشاكل بعد. طب هل انا بقى فانت يعني اللي جهد اقصده ايه عصبي؟ باشا؟ لا اللي اقصده ايه، مش الطبيعي ان صاحب عقليه عاديه في مصنع مطابخ ومش منفوخك. انا بس بفهم ما انت هتقفل. المشاهد. ما انت هتقفل على فكره. هو انت شوف بتقفل انت ازاي؟ شوف انت انت هتقفل مش هتقفل في ساعتها، يعني انت بتحصل ازاي؟ انت بتفكر في ايه؟ انت بتفكر في ان ده من مصلحتي علشان انا اتطور في شغلي، صح؟ عشان من مصلحه المستخدم. المصنع العادي او صاحب الورشه او الصنايعي مش عنده نفس طريقه التفكير دي. هو بيفكر في ايه؟ يلا نسلم مع الناس كلها شغاله كده. لكن انت بتفكر ما هو جديد، ما وراء ذلك، ايه اللي هيخليني اعمل دوت عشان مصلحه العميل. انت حاسس ان دوت اصلا عامل لك لود جوه دماغك، ان دوت ممكن يؤدي بيا ان انا اقفل وافشل بعدين. عارف ليه؟ لان انت عقليتك بتطالب بالتطور، عقليتك بتطالب الجديد. ده جزء كبير جدا من المايند سيت. هو انك تطلع من الكلمه اللي انت قلتها انك انت ديزاينر، انا مش ديزاينر، مم. او انت راجل اوبريشن، انا مش اوبريشن. انت بتبيع خدمه بصدق كانك بتبيعها لنفسك. هتبيعها بصدق وانت عندك سفينه مم. فيها خرم، ووظيفتي لما يطلع لي حاجه اسده. بالظبط. لكن انا هسيبه، لان في ناس تقول لك ايه، الدنيا ماشيه والناس كلها بتعمل كده، باشا. وعندي غيري، فالخرم ده هيبقوا خرمين مم. وهيبقوا ثلاثه. فبيحصل ايه؟ ان تلاقي مكان ما شاء الله كان عليه اقبال جدا في سنه، كده قفل. العقل بيقول لوجيك ما يقفلش، مم. لان انت لما بتيجي تتاثر بتتاثر مش immediately في ساعتها. انا لما باجي اخسر عميل ما بخسرش، بخسر يا عبد الرحمن باسرته. طب لا 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 لا، ابعد عن طارق. الكونكشنز بقى كلها. فانت وقعت، فبقت عامله موجه كبيره جدا عليك. فانت بتحاول على قد ما تقدر ان انا دوري كطارق ايه؟ اواكب الجديد كطارق. انا كطارق بعيد بقى عن الناس، في ناس كل واحد ليه دوره، مم. وعندي هنا مشكله فيهم اقفله، هنا اقفله بس. مم. اللي اقصده، انت على الاقل فكرت ان انت لما يظهر لك مشكله تعالجها. ناس غيرك كتير جدا بيواجههم المشاكل دي، يقول لك ما السوق شغال كده. طب ويعني ما سيبها. انت كان مشاكل الايام دي اكتر من مشاكل زمان. على فكره مشاكل اه. زمان ما كان الموضوع كله في ايه؟ وزن يعني المونيوم. اللي اقصده مش كل مصنعي المطابخ ولا كل اصحاب الشورومز بتاعت المطابخ هيفكر انه يعالج المشكله دي. هو ممكن يستنى واحد كرييتيف في السوق يعالجها، او تجيلنا من بره من الصين واليابان ونروح هنا نطبقها كلنا. لكن ان انا ادور على الحل بنفسي، او انا ادور على مين عاملها صح عشان اجيبها، لا.
هو مستني يشوف غيره بيعملها ازاي فانا اعملها. هقول لك على حاجه، في مثلا في الوحدات الالومنيوم عامه، مم. هي انت بتيجي تحط لوح الفايبر ده او مم. لوح الكلادين ايا كان الخامه ايه، بتيجي تحطه فبيجي انت هو بيبقى فيه سبيس، هو مش بقى ممسوك، فبيتحط حاجه من اتنين. كان زمان خالص لا تحط كاوتش لا تحط سيليكون. مم. السيليكون هيبقى مشكله ان هو ماسك جدا، فانت لو عندك اي تعديله مش هتعرف مش تفك. هتعرف تغير. الكاوتش على ما توصل للعميل بتلاقي الكاوتش كله في العربيه اه وقع من الحرب من من بتاع نقل بيروح الحرب. واقع. لازم نشوف لها حل. مم. فانت بتيجي تفكر ايه الحلول، عشان انا مش في المهنه اصلا كفني مصنع، مم. فبتفكر كذوق. عارف انت عامل زي مثلا ايه، بتاخد رايي اخد رايك في حاجه، مم. طب ما نحط نقط سيليكون على الكاوتش، مم. يبقى انا استفدت بالكاوتش، مبقاش سيليكون وثبات السيليكون. ثبات السيليكون وبقت ماسكه وبعدين يا دوبك اشد كده تشتغل كويس. لان معايا. السيليكون كمان انت عملت كده ممكن لو مش معمول كويس هتفك خلاص بقت بتلعب. مم. فلما عملنا الحوار ده بفضل الله بدات شركه تعمل كاوتش في اصلا زي اطراف دبل فيس، مم. بحيث عشان حل المشكله دي. فانت بيقابلك كل شويه حاجات حتى يعني، بس المشاكل بتاعت زمان غير دلوقتي. دلوقتي مشاكل اكبر بكتير. علشان كتر الخامات وكتر المصنعين وكتر مصنعين كتير جدا، والمعروض كتير بقى، فطبيعي كل ما كان المعروض كتير. والمعروض كتير جدا، والعميل دخل بلاك هول كبيره جدا. اه العميل بيسمع مثلا عن 70 اسم خامه، انتوا بتقولوا ايه ولا دول ايه انت فاهم قصدي؟ اه. يعني بولي لاك ولا يوفي لاك واي حاجه لاك حلوه عادي. خليني بقى اكلمك في النقطه الثانيه. انت ربنا كرمك وفتحت فرع اكبر وهكذا، بعد كده جت خطوه المصنع امتى؟ جت خطوه المصنع امتى؟ انا جيت في الاول خالص وانا بحط بقول لك مطبخ الخشب ده على استحياء. امم. مطبخ خشب وسط مطبخ المونيوم، عشان انا عايز اقفل، مش اقفل الدايره. في ناس تحب تقفل الدايره ايه، اعمل كل حاجه في المصنع. امم. انا بشوف ده غلط، يعني بشوف ان انا ايه، قفل الدايره ان انا اشتغل في حاجه كلها. لكن لما تيجي مثلا تروح في الصين مثلا، لو هتاخد سوسته بيجيبها من بره بيشغل الناس كلها، امم. لان انت مش هتبقى 100% جامد في كله. ايوه. فانت لازم تاخدها ايه، تعمل اللقطه. يعني مش هروح اصنع الواح خشب، فاهم. انت فاهم قصدي؟ انت قوي كتصنيع صنع. عملنا مطبخ الخشب ده دور من دور لدور. مش انا بس عايز ديزاين يعمل لي يا محمد الوضع ده. تمام تمام. انا مثلا عندي كان فرع الزقازيق، كان بدأ فرع الزقازيق مثلا 6 قطع خشب امم. اللي بيشتغل خشب. هو عشان انا اصلا بحب، يعني انا كان مشكلتي كلها في ايه، انا بتضايق من حاجات في الالومنيوم، اطار الضرفه لون، الخشب قلب مفيهوش الضرفه الكلام ده. لون. عايز تعمل حاجه مع الالومنيوم مش هيجيب معاك كده. امم. طب لا مش هينفع لازم خشب. طب البروفايل ليد هيتفتح ازاي مثلا، امم. اضاءه تحت الالومنيوم فلازم اعمله بايد كده. منظر اطار الضرفه، انا دي حاجات بتضايق. انا اصلا انا مش، هو انا نجار؟ امم. انا مش نجار. بس انت كده دخلت في حاجه مختلفه خالص. حاجه هي، هو انت كده كده هي نفس الحاجه. البيز واحد بس الديتيلز مختلفه. طب انا دلوقتي المطبخ اوردر تاني، الناس عجبها الشغل هو المعلقه بتاخد خشب بس. فلازم بقى اصنع انا بقى. هو الخامات بقى، انت طبعا لما تيجي تبص ايه الخامات المتاحه، اكريليك. فانا لا مش انا كده انا هغرق العميل. امم. فانا مثلا اجي اطلب، وده حصلت، اجي اطلب مثلا يا سين هتعمل لي المطبخ ده بولي لاك، كان بولي لاك ترندي قوي، فلاقيه مركب عادي المطبخ. انا كمان شغال اوف وايت ابيض، الالوان اللي هي ما بلعبش في الوان، انا مش بتاع لون اصفر واخضر والحاجات الغريبه دي. طيب انا دلوقتي عندي مصنع صغير 500 متر، امم. انا كده لا لازم اجيب بقى معدات خشب فعلا. طب هو اللي كان بيطلب اصلا الخشب المصنع اللي هو البوليلاك اتش بي الات الكلام ده، مش الارو بنسبه كبيره. امم. طلب ارو مره اتنين، لان سعر ارو غالي ومش اي عميل بياخد ارو. تمام. ودي مواصفات خاصه برضه في حاجات كتير يعني. لا انا كده محتاج انقل بقى المصنع لمصنع اكبر، فخدنا مصنع كبير 1500 متر ما شاء الله. عشان بقى كده في عندي جميع الاقسام، الخشب الطبيعي الخشب الصناعي والالومنيوم اللي هو اصلا موجود، غير طبعا بي في سي بقى اللي هو شبابيك في بي في سي، غير منطقه تخزين. غير تخزين، غير هيبقى طبعا الموضوع هيبقى مشتريات اكتر. الاداره طبعا انت كده بقى محتاج مكتب الفني
موضوع اكبر شويه، فمحتاج الاقسام كبرت. تمام. ما شاء الله. فطبعا بقى الكباستي بتاعه المصنع محتاجه دلوقتي قوته، الطاقه الانتاجيه بتاعه المصنع اقوى من معرض الزقازيق ومعرض قررت تفتح مرة تاني تالت ورابع. تمام. ففتحنا طنطا، مم. وبعد طنطا كان لازم نخش على فرع تالت، فكان الاختيار التجمع. ليه رحت طنطا؟ بس هو طنطا جت كصدفة بحتة، مم. كان سببها مول مصر. مم. أنا ما بصدفة جدا واحد عندي على الفيسبوك الشخصي يعني، فلقيته مول في طنطا. أنا عارف مول في ايجيبت، ايه مول في طنطا؟ في مول مصر في طنطا، في ازاي؟ لا ده فجامدة. فأنا طبعا عايز أفتح في مكان تاني. رحت طنطا، شفت الوضع كبلد تجاري جدا جدا جدا. قلت يبقى هي طنطا. كانت خطوة طنطا دي سببها كده. وكان أكبر فرع عملته في كل فروعي فرع طنطا، الفرع الوحيد اللي كان دورين ومساحة كبيرة ما جدا. شاء الله. وأكتر فرع ما طولش معايا طنطا. ليه بقى؟ سوق طنطا غير أي سوق أنا شفته. مثلا الترابيزة دي بيضة، الترابيزة دي ممكن تتعمل ب1000 جنيه، ممكن تتعمل ب6000 جنيه. هو بالنسبة له دي ترابيزة بيضة. القوي في طنطا جدا بيجيب من القاهرة. فهمت قصدي؟ زي الزقازيق برضه. تقصد القوة الشرائية عند العميل اللي عاوز يشتري الهاي اند يوزر ما بيجيبش من طنطا، بيروح يجيب من القاهرة. فانت بالنسبة لك خسرانة لانك انت اوريدي اصلا هاي اند. غير بقى قابلك مشكلة تانية، ان في ناس بتبيع يعني انت دلوقتي ممكن يكون بيجي لك من فرع التجمع عملاء من طنطا اكتر من اللي كانوا بيجوا لك وانت في طنطا. ما هو ده فعلا كده. لانه بيحصل كان معايا، كان مشكلة حاجة تانية، ان كان هم بيسموا المسميات يعني مثلا بولي لاك، HBL، دول اقوياء جدا. تمام. دول اعلى خامات في الوقت ده، رقم 1. تمام. فبيتباعوا في طنطا بنص السعر. هو ما ينفعش يبيع نص سعر، فهو ما بيتباعش بقى بولي لاك والHBL، حاجات تقليل. هو بيتباع حاجات تانية بمسمى البولي لاك والHBL. يعني اليوزر شويه مش فارق يعني مش في تعدد الطبقات في اليوزر او موجود، بس هو اليوزر هناك الهاي اند. لا انا مش شايف طنطا اصلا، انا هروح اجيب من القاهره. في ناس كده، في ناس انا عايز اجيب هاي اند بس عادي هجيب بقى من طنطا. فانا نازل سمحت كان بالبولي لاك. انا مشكله العميل اللي بيوديه بيخش في مشكله كبيره بكام. هو بالنسبه له تقدير انا هفرق ما بين طارق عمر ديزاينز وما بين سين، انت بتبيع بكام؟ الخامه دي يعني. ما هي برضه هو برضه عقلاني يعني. انا لما اجي اقول لحضرتك كام كان عند طارق ب 10 اكس، عند غيره ب 5 اكس، فطبيعي هاخد اللي عند غيره. هي انا بسالك على كام، فانت بتقول لي الكان دي بكذا، فاكيد كده لا انت مش فرق ايه، انت حرامي. انت ضعف الثمن. ضعف الثمن. بس لان هو يعني الفرق مضحوك عليه شويه. هو مش مضحوك عليه، هو مضحوك عليه خالص. لان هو ما شافش، هو بالنسبه له مثلا لون اوف وايت، هو مجرد ما تشال البروتكتور عليه. بس برضه الفكره دي بتحصل مش في طنطا بس، بتحصل في كل الاماكن. لا مش في طنطا، في الزقازيق. بس الزقازيق بدا في يعني التوعيه، يعني توعيه بسبب ايه؟ مش عشان الزقازيق واعيين اكتر، لا عشان بسبب احنا عندنا توعيه كتير جدا جدا جدا. فالعميل زي ما يكون بياخد كورس، يعني بقى بياخد كورس مطابخ قبل ما يعني يشتري. أيوه. عشان استلم بطريقه كذا هتعرف. احنا عاملين طبعا فيديوهات كتير يتحلها بقى الموضوع. ان فيديوهات نقدر نرجع لها في صفحه طارق عمر ديزاينز، بتتكلم عن كل الحاجات دي، بالفرق ما بين الخامات وازاي تستلم الخامه والغش التجاري وحاجات حتى تحافظ بيها على مكانك ومطبخك، وازاي تنسق الحاجه بطريقه كويسه. تقدروا ترجعوا ليها على صفحه طارق عمر ديزاينز. خطوه طنطا حضرتك فتحت تقريبا بالتوازي معاها او بعدها بشويه صغيرين خطوه التجمع، لان اكتشفت ان منتجي اولا عشان انت لما المطبخ هاي اند فيخرج من حيز الاقاليم شويه، والاقاليم طبعا فيها هاي اند يوزرز بس مش بنفس القوه الشرائيه في مشكله تانية يعني الاقاليم برضو فيها مشكله
ان مساحه الشقه مم. مش بكبر المدن الجديده كتجمع زايد نيو زايد كده. بالظبط. فبقى بيقابلك انك محتاج، انت مثلا عايز تعمل ديزاين معين، فخم جدا بس المساحه مش مساعده، مش هتشتغل اساعدك. فعاوز تعمل حاجه يوزر اكسبيرينس سهله وفي نفس الوقت فخمه، فالموضوع معقد على عكس المساحات اللي موجوده في القاهره. بالظبط. فطبعا المدن الجديده مساحات كبيره، مم. وعاملين المدن الجديده بيبقى معظم 99% منه هاي اند مم. كل شغل. فقلنا لا، نبقى ناخد خطوه التجمع، مم. والحمد لله كانت خطوه موفقه جدا جدا. الحمد لله بقى. تمام، قفلنا فرع طنطا، بعد كده قفلنا فرع طنطا. لازم بص، يعني انا دي بالنسبه لي حتى في المصنعين، انا في كلمه في حد عزيز عليا جدا، دكتور عمرو، الكلمه مم. دي معلقه معايا قوي: البيزنس مش ابنك. مم. هي ما جابتش السلام عليكم. ما تطولش. مم. يعني دي بقى مش كعميل، تنزفش. انت كمصنع، انت راجل مصنع. ما ينفع، مش اللي عارف انت المحل اللي بيخسر يا معلم، المهم تقول لي يا معلم. مم. هي كده، مم. انت المحل بيخسر قلب وقمر خلاص. مم. لا، وانا هصرف اكتر وهعمل دعايه واشوف. بس طبعا الكلام ده بعد ما بياخد بالاسباب، يعني الناس بس عشان ما تفهمش غلط. محايدين في الاول. بالظبط، عشان انا عملت بلاش اسباب. ان الجمهور عامل ففي ناس ممكن تفهم غلط. انا عملت ماركت بتاعي مظبوط، عملت كل شغلي مظبوط، وصبرت شهر التاني. انت مش بقول لك اقفله في اول شهر، أيوة. الشهر التاني التالت ادي كوارتر عدى عليك. مم. هتقولي اصل الكوارتر، لا اصل هتسال اي واحد يقفل مكانه ما السوق مش شغال. مم. هو دي. هل انت جاي في فتره سيزونال اصلا؟ هل انت اشتغلت مع شركه ماركتنج مظبوطه؟ هل انت قدمت الخدمه والكواليتي صح؟ وبعدين ما تقارنش لازم كلام تبقى زمان زي راجل الايام دي. يعني زمان كانت تقول مثلا ايه، المطابخ والدريسنجات والمشاريع ليها موسم. ما عادش في حاجه اسمها موسم. امم انت لازم دلوقتي الناس بتتجوز في الشتاء عادي. انت اصلا الناس بتتجوز في اي وقت، وانت مش عميلك عميل عرايس بس، انت بقى في مدن جديده وفي موضوع مختلف عن زمان. زمان كانت المطابخ ده اللي هو واحد عريس وعروسه، اللي بيتجوز بمطبخ بيموت بيه. ما فيش حاجه اسمها واحد اغير المطبخ دي. الوضع اختلف، ما عادش في حاجه اسمها موسم، فانت شغال على طول. فما تخليش. دلوقتي اللي بقى بينقل بقى بيسيب الشقه القديمه بيسيبها بالمطبخ فبيروح شقه في ناس جديده هو بالنسبه له احسن ان هو يسيبه بالمطبخ، يبيعه اللي هياخده لاسباب كتير جدا، لان هو المقاسات مش عارف والمسافات. ونقله قصص. طب انا هخش، انا بدل ما اعمل كده، ايه اللي يورطني التوريطه دي؟ انا كراجل صاحب مكان، انت لقيتها كده ما تكبرش. ومش عيب انه يتقال ان باشمهندس كذا قفل مكان، بالعكس. خلينا ننتقل من الحته دي لحته حلوه قوي، انت فتحت لي باب لحته حلوه قوي. لو حبينا نحط 3 قواعد كده رئيسيه لاي مصنع مطابخ علشان خاطر سواء هو شوروم او مصنع، عشان خاطر يستمر في السوق بطريقه كويسه. يبدا ولا هو موجود اصلا؟ يستمر. البدايه ممكن نقول للي عاوز يبدا، وممكن نقول للي شغال بقاله فتره بالفعل. عايز تبدا هتبيع لمين؟ مفيش حد بيبيع لكل. فكره انا رقم الشرايح. 1 اختار جمهور. انت هتختار، انا متارجت A بلس، يبقى انت هتواكب، هتكلمك يبقى للA بلس. هتواكب B A، هتشتغل شغل A و B، بس خليك ذكي تديله شكل الA بلس، بس ما تارجتش العميل ده. لو مش هتقدر تقدم الخدمه دي ما تبداش، يبقى ده رقم 1. رقم 1 الجمهور. بلاش يعني بلاش تفكر انك انت تيجي ايه، لا معلش، لا انا هبيع انا ببيع للكل. اي حد هيلاقي هتلط سمعتك في الخامات، مش هتعرف تشتغل. اولا انت عشان انا اكلم بتاع A بلس لازم اكون انا A بلس. صح. انا مش قصدي حاجه، فاهمك، بس هو لازم يشوف الموجود في المكان. حتى السيلز بتاعك، الراجل بتاعك يكون من فئه الA بلس، يواكب الA بلس. ما ينفعش ان انا او اشتغل سي واجيب حد بيخاطب الA بلس، هو هيتوه منه وهيشوفك غالي، او هيشوفك هو مش فاهم انت بتقول ايه. الذوق مختلف. الذوق انت في حته تانية خالص. هو هيجي يقول لك انا عايز مطبخ احمر، انت احمر ايه؟ هيشوفك انك انت لا الوانه حادقه التاني مش هينفع. لو رحت للتاني وجبته بتاع وتقول لك، يقول لك انا مثلا ايه، انا عامل ده في مطبخي، هو مش عايز مطبخك. بالظبط. انت فاهم قصدي؟ انا ذوقي مختلف، طريقتي مختلفه. انت اخرج درجتين، هشتغل على فئتين، وده غلط. يعني بشوف ان هي الموضوع كمان مع كمصنع، خلي بالك انك انت لو مخاطب بي، انت ايه جالك؟
في الوقت اللي احنا فيه ايه جالك. صحيح، الظروف لو الاقتصاديه نزلت درجه. نزلته درجه، فهو ما توروهوش ان في جاب ما بين اللي كان بيشغل عليه واللي لقاه. امم انت فاهم قصدي؟ يعني انا دلوقتي انا متعود على طريقه استقبال معينه لما بروح الاماكن الاي بلس، امم انا اضطريت ان انا انزل لايه، فهو جالك. ما تبقاش انت على اواخر البي، لا خليك انت ملمس في بحيث ان هو ما يبقى يحسش بيه. اول حاجه ان انا اختار فهمت الجمهور قصدي؟ المناسب ليا. رقم 2 ان انا اطور نفسي دايما في حته التعامل مع المستخدمين وفي الاذواق، بحيث ان انا ابقى قادر اخدم الذوق اللي فوق الجمهور اللي انا بختاره لو جالي في اي وقت، انت سواء نزل درجه اقتصاديه او سواء هو بالصدفه انا شغلي انت اتطور فلمسته. دايما خليك ايه يعني مثلا انا لو هتكلم مثلا ان المسافه دي مم. انا بلعب في الايه، مم. والمسافه دي بلعب في البي مثلا، مم. هاجي خليك انت بتاع انا ما بقاش انا هنا في البي مصنف هنا، ما لا تبقاش في الوحشين خليني في البي، خليك في الحلوين في البي. خليك في اعلى درجات البي، تلمس في الايه بحيث لما ايه حصل له حاجه اقتصاديه نزلت ما يحسش ان في جاب كبيره ما بين. ايوه فهمتك. فهمت قصدي؟ ايه كمان؟ ما الناس يعني انا دلوقتي معلش ما تبصش على مكسب سريع. بطل تلعب في الخامه علشان تكسب بسرعه، اشتغل على كواليتي مظبوط واتقي ربنا. ما بلاش ايه، ما الناس كلها، مم. مع كل الناس اكثرهم لا يؤمنون اكثرهم لا يعلمون. اكثريه دايما فيها أيوة. مش انت اللي عشان مش مع الكتره يبقى انت كويس، قوم لوط كلهم مش امر. ما فيش. فانت تيجي تبص الاكثريه، حتى الاكثريه في القران ما قلت لك اكثرهم لا يؤمنون، ما فيش اكثريه، ما فيش سيئه. تعالى بقى خليك انت، انا همشي على ايه؟ انا همشي على نظامي اللي هو 1 2 3. 1 2 3 ايه؟ اللي ابيعه هو اللي ركبه. انا بعت لك يوفيلاك، يبقى راكب يوفيلاك. طب هو اليوفيلاك هو الاركوب مثلا، فانا هجيب لك اركوب. هو شاري يوفيلاك، انا شاري بي ام، انت ركبت لي اودي اعلى، ما بقولكش قول لي رايك ايه. فاهم قصدي؟ انا عاوز بي ام، اديني بي ام. ده انا بفترض سواء اعلى او ارخص. ده بفترض على انك انت ايه، انك انت تمام. لان المشكله ان الا ما رحم ربي الناس ايه، انت بتشتري منتج بتكلف منتج تاني، بتقول انا عايز اتش بي ال يكلف من لمين. انت كعميل انت عارف يعني ايه من لمين؟ انت كمحمود بقى، انت عارف عبد الرحمن، يا عبد الرحمن انت عارف ده اتش بي ال ولا ملامين؟ اب فرق في اللوح كتير. فاهم. هتيجي قبل ما تسال اصلا انت كمصنع، نقدر نقول ان دي جزئيه من المشاكل اصلا اللي انت بتلاقيها كمصنع، ان المنافسين، مش اقصد هنا ولا في اي حته، المنافسين عموما في مصر او الناس، بلاش نقول منافسين، الناس اللي شغالين في نفس المجال على مستوى مصر قليل قوي اللي بيبقى صادق في تسليم الحاجه زي ما هو وعد. وانا اللي بيضايقني بقى الناس اللي شغالين في المكان اصلا. انت ليه تبيع اخرتك لدنيا غيرك؟ بالظبط. يعني يعني مثلا انا بقسم لك بالله انه جدود هركب لك داخل، او اقول لك طبعا جدود صح تمام. انت بتجود لواحد انت بعت اخرك ومش لدنيتك، يعني انت كمان مش انت اللي مستفيد. ابنك هو في الاخر هو اسم الحرام. يعني انت لا انت حتى انا استفدت مادي. انا كسيلز مثلا واقف في مكان اقول لك ده جدود وده انا دلوقتي ظبطت دنيا ده مش لدنيتي ولا لاخرتي، لا ده ضيعت، ده انت ما في، ده انت ضيعت اخرتك لدنيا مش دنيتك. يعني لو اخرتك لدنيتك ماشي، لكن اضيع اخرتي لدنيا واحد تاني اصلا؟ طب ليه يعني؟ حتى لو هو صاحب المصنع او صاحب المعرض. انا بقول لك ده لان هي معظمهم ايه، هم على فكره صاحب المكان مبقاش موجود. ايوه هو ممكن عشان يحقق سيلز هو عايز التارجت يروح رايح. التارجت كام؟ هياخد له كام؟ ما اعرفش بيسيلز. هو الليله كلها اللي بتصب فين؟ اخذ التارجت خلاص خدتش. انت في واحد انت هتسال عليه، مش وانت موجب لواحد تاني. انت اصلا ممكن ما تقعدش تكملش في الشركه دي لو الناس دي. ايوه واكتر يعني تسال انت ايه، خش كده رفلي كده على السوشيال ميديا، اختار اي مواصفات ايه، شاسيه داخلي كونتر جود وود اتش بي ال مفصل بلو رصه مرصوصه. هو العميل لا هو مكتوب يعني ولا فاهم، ما فيش. هو طبيعي انا لو واحد سالني مثلا انا بتاع انا مطبخ، لو سالتني مثلا في الطبخ تقول لي زيت نوعه ايه ودرجه ايه تقولوا ايه، ما انا مش هبقى فاهم، وطبيعي ان هو مبقاش فاهم.
فانا كمصنع، انا لو اتقيت ربنا انا ممكن مش هلاقي في ساعتها الربح السريع، بس صدقني انت هتكمل مع هيجي ناس لك مش وهيجي لك هتكمل، ربح حلو في بركه. وهتكمل مع ناس مش هتكمل. يعني ايوه، انت بتشوفهم تك 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 تك، الزبون طياري خلاص مش هيجي لك تاني. هو هيت اند رن، مم. اخبط ويجري اخبط ويجري اخبط مم. ويجري. اتنزل له وعن مصيبتي مشكلتي، انا رحت عملت ورحت وجيت فهمت. وبعدين مع كل ده انت برضه مش هيحصل عليك اجماع ان سيدنا محمد ما اجمعوش عليه، ايوه. فمش هيجمعوا عليا انا. اكيد عندي برضه بيحصل، بس انا بيبقى بنسبه ما بين 100 مطبخ، في عميل بتحاول تراضيه وفي عميل لا يمكن رضاه. انا بكلم ده المصنعين، في مم. عميل لا يمكن رضاه، ممكن يكون انت بس مش المهم سواء ده او ده او ده، انا اوريدي اترقيت ربنا معايا في شغلي واديت له الحاجه اللي احنا متفقين عليها، ولكن وارد جدا ان ما هو تفتكرش انك انت لما اتقيت ربنا مش هتسمع معاك دنيا. انا ده اللي اه عايز اوصله لا لك. هتسمع دنيا. يبقى احنا كده اخر نصيحه ليه، ان انت ما تدورش على المكسب السريع، دور على ان انت تتقي ربنا في شغلك، ده هيجيب لك ربح كده كده، بركه في الربح وهكذا. لو المصنعين بقى، قصدي احنا خلصنا كده المصنعين، المصمم بقى يبقى ايه اللي يغيره في عقليته علشان خاطر يطلع. ما تاخدش، اخد ما تكبرش. ما تكبرش، ما مم. اخدش تصميم. حط تاتش. يقول لك طارق عارف هو بيعمل ايه، في حد طارق عارف هو بيعمل ايه، خد كده مم. بألوان يا حبيبي، خلي ليك بصمه. انت بصمتك. مم. طيب انت، انا نفسي بشوف مطاط بتعجبني عند حد ويبقى في لقطه اقول ده معلم فنان. عجباني، اخدها. مم. اخدها بايه؟ باخدها امشي عليها، لان هي ساعتها مثلا يا بتبقى باشا انت كده كده اوريدي بتكمل على شغل غيرك، كلنا كده، بس اللي انا بحط التاتش بتاعتي والبصمه بتاعتي. انا بحاول على قد ما اقدر اعمل خط ليا. مم. ما بص، بس ما فيش حد ما بيتاثرش باللي حواليه، لان انت بالنسبه لك انت مش متبوع، انت في ناس موجوده كتير جدا، اللي هو الكلاينت العادي مم. بيشوف حاجات كتير جدا، فهو اوريدي ذهنيا بيتاثر بحاجات هو عايز ياخد منها في حته، بس ما تاخدش هي. هي دي فايده ان انت بتعمل تغذيه بصريه، ان انا بكتسب نوليدج من هنا وبكتسب نوليدج من هنا، بشوف الاذواق برضه رايحه فين، الموضه رايحه فين، وبخلق بعد كده بصمتي. تمام، خلينا بقى نتكلم عن التسويق. بقالك 14 سنه ما شاء الله. ده بيدي تراست جدا ان انت اسمك يعني ما شاء الله، واسمك يعني الحمد لله كبير في السوق. التسويق بقى فرق معاك ازاي؟ بص، هو كل زمن كل وقت وليه أداء. وضعه. مم. يعني انت مثلا زي ما اول فتحت غير دلوقتي، يعني دلوقتي اهتمامات الزمان، انت الاول مثلا كانت ممكن زمان قبل انا كمان افتح، هو بيعمل ايه؟ بروشورات. يوزع ورق في الشارع. عارف انت بروشورات، ومثلا بروشورات كان في الناس بتعمل بتحط بروشور في الجرايد، كان من زمان كان جرايد فاكر وتجود الوسيط. الحاجات، وغير الوسيط كنت تتفق مع حد بتاع الجرايد تقول له حطهم لي، مم. جميل قوي 100 100. الوضع اختلف بقى، السوشيال ميديا فيسبوك، فالمشكله ان هو بيبص. لا وانت، انا دلوقتي كطارق انا بشوف والله ان انا عندي ايجاري كذا، عملتي كذا، وتسويقي كذا. مم. التسويق ده بقى اندور سوشيال كله. انا من في كل واحد وليه مدرسه، انا بشوف الحاجه، انا مش عايز المع نفسي للانا الايجو. مم. يعني انا ممكن اروح رايح قاعد في برنامج ما بشكل ما، مم. واقعد اتكلم على قد ايه انا جميل وقد ايه انا عظيم ولا الحاجات الجميله دي. مم. هل انا دلوقتي عملتها كافكت؟ يعني انا كطارق عايز، فادتني في شغلي انا ولا؟ انا دلوقتي مثلا الناس ورا الكاميرا مثلا اللي عايزين يشتروا مطبخ، فيعني فتحت مطبخ، الله ده طارق اللي بيتكلم عن مطبخ هنشتري مطبخ، مم. ده فادتك؟ لا مم. خالص. فانت ايه الافكتيف معناه؟ ايه اللي انا دلوقتي بشوف مراتي، اختي، ولاد خالتك، الناس اللي حواليك بيوصل لهم ازاي؟ لا اما لان ده مش بنطلون وتيشيرت، فاهم. حاجه من الاثنين، لا اما في حد بيشتغلوا معاه في العيله فبيبقى امتدادا، مم. فانت انك تاخد حد منهم وتخش تاخد بقيت الكونكشنز بتاعته. مين اللي بياخد، ايه سبب بقى انك انت تدخل حد كبير غير اللي احنا بابا وعمه وخالته وعمت عنده، فجبنا مثلا طارق، هو لا هنعمل مطبخ عند طارق، ما كانش شغالين مع حد تاني، ايه سبب طارق؟ لا اما سابقه وحشه مم. فاضطروا ان هم يغيروا، او ان الجيل الجديد شافني عن طريق بقى السوشيال فيسبوك ميديا طريق. انستجرام، مم. هتوفر فيهم، النتيجه في الاخر في الدرجه هيتوفر فيهم. بالظبط. فهو اذا الماركتنج هي جزء لا يتجزأ من
شغلك هو هادي زي ما ممكن هادي. زي الايجار. بالعكس، في ناس دايما يقول لك الدنيا هاديه علي. والعكس، في ناس يقول لك ده موسم لا وهل ده يا باشا. طب ما انا ممكن اعمل في الموسم زياده تريبل ودبل وعادي. انا مثلا انا كل واحد واختار، بس انا مثلا مع الشركه ناس محترمه جدا بحبهم جدا. انا مثلا انا ما بحبش اخش جوه زحمه. يعني ايه مثلا عيد، انا ما انت فاهم، انت بتقعد في عيد هتنسى المطبخ ليه؟ انت بعيد بالظبط. عايز دريسنج في ايه وانت بتقلب. لكن في فرق ما انا مثلا لما اكون في البيت بتاعي، لا انا بحب ازود. حلو. تدي اكتر. حلو. طيب ليه دخلت كبيرسونال براندنج بقى؟ يعني ايه في شغلك؟ لا دلوقتي بقى في بيرسونال براندنج، بديت بتطلع في فيديوهات، تعمل فيديوهات توعويه. خد بالك الفيديوهات اللي انت بتعملها هي فيديوهات انت بتنافسنا مايند سيت. لا هي فيديوهات مايند سيت في الاخر، انت برضو بتحاول تغير عقليه الزبون اللي بيشتري عن طريق الايه؟ التوعيه. فليه جات لك الفكره دي وليه بدات وليه عملت؟ العميل. امم يعني هو بسبب العميل. انت لما تيجي ككلاينت مثلا هتيجي تخش تقول السلام عليكم السلام، عايز اعرف المطبخ الجدود بكام. ايه المطبخ الجدود بكام؟ ايوه المطبخ الجدود. فهو ده الجدود ده نوع شركه، الشركه المصنعه الخامه معينه او المورده شركه الخامه. كونتر. يعني ايه كونتر اصلا؟ اصلا من انت فاهم قصدي؟ الحشو. هو خد كلمه من محمد وكلمه من سيد وكلمه من محمود فعمل فكره معينه. فده اول واحد، فعادي فاهم نسمعها. بعد كده العميل لو سمحت انا عايز اشوف اللون البوليلاك الكحلي. مفيش بوليلاك كحلي. مفيش بوليلاك كحلي. فالعميل واحد ورى له عينه دي بوليلاك، الله جميل، مفيش يا ابني كحلي. يجي عميل تاني، معلش انا عايز استاذنكم في حاجه، هو اللي راكب لي ده ما بقاش عامل شغل يعني. جاي سامع معلش انا اسف، ممكن هو ده اللي راكب لي ده فعلا اتش بي ال وراكب معاه. طب ده التركيب ده كويس. تقول له طب انت بدات الموضوع كتوعيه مجتمعيه. هي فعلا مسؤوليه اجتماعيه اصلا. انت مسؤوليه اجتماعيه كحاجتين بصراحه. انا فعلا العميل صبر عليا، اللي هم فعلا غير اي مجال مش ممكن. اسماء كتير جدا والشركات. يعني انا شركه مثلا زي مثلا شركه ايجيبت وود مثلا، عندها ابلك وعندها اركوبه وعندها خامات. مش كل الخامات تنفع شركه ايجيبت بانل. عندها بوليلاك، عندها كلوز بانل، منتج يصلح للمطابخ ومنتج تجاريد اصلا. بس انا انا دلوقتي انا دلوقتي مكان صغير او حد نجار مش احسن حاجه، هو عايز يدي سعر لان العميل بالنسبه له عايز ايه؟ السعر. عايز سعر. فهي يقول لك انا هركب لك ده حلو. نفس الشركه والله، نفس الشركه. نفس هو الواحد مش بي اي تي. طب الواحد يعني ايه مش بي اي تي؟ يعني الواحد مش صحي، مش صحيه. تفاعل مع حماضه ده، طب هيحصل ايه؟ كانسرات. مش الكلمه عامله ازاي؟ مجرد بس شويه اكل اتحط عليها. بتقولوا ايه؟ الموضوع كبير. كبير. او واحد هو اصلا بيتجرب فيك، فتلاقيه مثلا هو اللوح 120 60 30 30 60 تحت عمق تحت 60 و30. طب ما انا لما اجي اعمل 60 تحت ده هيبقى الوحدات سابقه البوتاجاز بالظبط، فهيحصل مشكله. هيبقى البوتاجاز. فايه المشكله بقى فيها؟ ان انا الاطار بتاعها، اطار الضرفه، حراره الفرن هتسيحها لانه مش ده الدايمنشن مظبوط. فعارف انت تقول ايه فتحس انت في وادي والباقي بك. فانت عملت الكلام ده كنوع من المسؤوليه المجتمعيه. يجي مثلا مطبخ جميل جدا، انا فعلا بزعل. مطبخ حلو جدا جدا، عارف انت مطبخ مرسومه ما تيجي ورا فيشه. تصميم غلط. مش تصميم، هو تأسيس غلط. بيتأسس ازاي؟ يحط له فياش والسباكه هنا ويعمل بيستقرب. طب ما تعمل ارسم بعد كده، خد لوح اشتغل عليه، اشتغل صح. انت عندك اريحيه، انت مش واخده ايجار ولا. يبقى انت هنا كده جاوبت لي على السؤال اللي كنت اسالك، ان المهم عندك هو العميل. فانت بتبيع للعميل كانك بتبيع لنفسك. هو العميل سمعت. فعشان كده انا عندي مسؤوليه مجتمعيه وعملت الفيديوهات دي. بلاش عميل كلاد، بلاش عميل كلاد. ازاي ده ترند؟ هو ترند للألمون. انا اصلا الألمون مش احسن حاجه، مشاكله سيئه. لا بتاع الألمونيوم مش في ناس بتاع الألمونيوم مش مجمع، ما جابش خشب، هو ألمونيوم بس. فلازم هو عنده ايه اقصى ايه اخر منتج عنده. فلازم هو اللي يتلمع.
عقلانيا ولا بكلم بالظبط. انا بلمع اخر منتج. يعني ما تيجي في الخشب اخر منتج مثلا طلع ايه، فكل واحد يشتم بقى في المنتج اللي قبل كده او انا عندي يسيء له اللي انا كمل قبل كده اخر يتوحش. منتج انا طلعته ده فاقعد المع فيه جدا عشان ده الترند بتاعي. يبقى يتقال وحش بقى بعد سنتين 3 4 5. بس انا بجيبها لك انا باجي لك بقى من اخر الشهر. عارف انت لما تيجي اقول لك ايه اخر الشهر ده مسدود، عايز تروح تشوف مسدود وبعد كده ترجع تقول لي فعلا انت مسدود براحتك. انا بقول لك بوفر عليك ايه في الطريق. الطريق. وبعدين المطابخ بقتش زي زمان، المطابخ بقت غاليه، مم. مش مطبخ 15 فهمت. فانت عادي وحش شغال، لا ده بقى فاليو. ده غالي. طيب لو حبينا نشوف ان صناعة المطابخ دي رايحة لفين، يعني صناعة المطابخ ايه اللي رايح عليها لقدام؟ احنا تقريبا غطينا كل المحاور، عقلية المصمم، عقلية المصنع، الأخطاء اللي انت حضرتك بتشوفها في السوق، تقريبا النصايح للسوق. لو حبينا نشوف بقى نقول المجال ده رايح لفين، ايه الخطوة اللي جاية؟ كمصنع ولا كعميل ولا ممكن تقول براحتك ده أو ده. لا كمصنع الموضوع هيبتدي ايه، هي ده اللي هيكمل اللي ماشي على السيستم وعارف هو انا بعمل كذا لكذا، بعمل كذا لكذا. لكن انا ماشي الدرج فيه فلوس تمام الدنيا حلوه وكده، مش هتكمل معاك. انت مش هأثر في السوشيال ميديا وانا احلى واحد في مصر يعني كماركتنج اصلي، وانا احلى واحد في مصر، مش هتتعرف انك انت احسن واحد. يعني انا هبقى فنان، كام واحد فنان في مصر وبتكتشف بالصدفه في ريل او كده ان هو ده رهيب، ازاي ده مش معروف؟ شفتها كتير ولا لا؟ وانا شفتها كله بيشوف. ايه اللي خلاها كده؟ انه ما تلمعش بس. فانت لما لمعتش نفسك وما تجيش تتذاكر، يعني ما تجيش تقول انا ايه هدفع رقم كبير جدا السوشيال ميديا وافتح شارع جانبي وافتح في رئيسي وكده كده. لا انت كده هتعتمد على زبون الشارع. اعمل مكسيكو حلو، مش شرط تاخد في احسن مكان، مش شرط تاخد في اوحش مكان، خد في مكان ما كويس. تستعجلش، بالظبط. مش لازم افتح دلوقتي. اهدى كالم، عارف انت كالم اهدى خالص افتح. انا عايز افتح لما ابقى انا معايا اللي شغلني صح اعمله. في حاجات تتوفر في حاجات اعرف اوفر فيها. يعني انا مثلا كنت بقول لك طنطا ده دورين، انا ما بقتش من مدرسه افتح معرض كبير. لا العميد انا ببيع سيرفيس، فانا محتاج شوروم يوري بس امكانياتي، ولا انت كمصنع الانتشار السريع بسرعه كتير وحش. لان انت مش بتبيع حاجه على الرف ففيها جرد لا انت بتبيع عقود. فكلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعايته، فانت المسؤول عن العقود دي. فانك انت اصلا فكره ان انا يبقى عندي واحد مصمم او واحد مدير مسؤول او كده حلو في المجال ده صعب جدا. ان انت بتحاول انت بكلمك بقى في تصميم بتصب له طريقه اداره انت بتخليه طارق مكانك عشان توصل لكده صعبه جدا. استمتعت جدا معاك في البودكاست النهارده. هندسه والله. حابب بس احط ملخص اخير، حابب تزود حاجه الاول قبل ما احط الملخص ولا إيه الدنيا؟ لا انا كده تمام بصراحه. ربنا يخليك، انا كويس قوي، انا فرحان جدا ان انا قعدت معاك. ربنا يخليك، انا اسعد. يمكن ده اول مره اطلع في بودكاست. ان شاء الله مش اخر مره. لا ربنا ان شاء الله باذن الله هنجيبك تاني وتالت. تسلم. بس دايما يعني اهم حاجه بقولها للمصنعين ما تستعجلش وما تشوفش حواليك الدنيا مثلا ماشيه بنظام فامشي مع القطيع. لا خليك زي ما انت صح. لو انت ماشي رأي ربنا هتوصل. هل هي حرفانه منك؟ لا، هو فضل من الله يؤتي من يشاء. تسلم ايدك يا باشمهندس على الكلام اللي انت قلته ده. حبيبي هندسه والله. حابب بس الخص الحلقه دي في كام حاجه كده. المجال بتاع المصانع ده مجال كبير جدا، وخاصة في مجال المطابخ ده المجال اللي بيتعاملوا فيه مع المستخدم تقريبا بشكل مباشر، على عكس صناعات تانية هو بيتعامل مع مناديب وتجار وديلة، لكن مجال المطابخ ده المصنعين بيتعاملوا مع المستخدمين بشكل مباشر. فهو مجال خطر جدا، وفي نفس الوقت سهل جدا. في حاجة خطر جدا في ان انا سهل جدا ان انا اضحك على اي حد في اي خامة، سهل جدا ان انا ابيع الهوا، ولكن هو سهل جدا في حاجة تانية خالص، ان انا اتقي ربنا وان انا ابيع الحاجة اللي الناس عاوزاها. تاني حاجة علشان تبقى مميز في شغلك لازم تعرف ان التكرار مش هو الشطارة.
انا لازم أن اكون مختلف، لازم أن اعرف امتى ابدا خطواتي، لازم أن اعرف امتى انقل من خطوه لخطوه، امتى ابدا من خطوه لخطوه، امتى اكبر، امتى اشتغل في خامه معينه، امتى اكون صاحب مصنع مش صاحب ورشه، ازاي اختار زبوني، ازاي اعرف اصمم حاجه مختلفه تناسب زبوني، مين المناسبين يشتغلوا معايا علشان يناسبوا الزبون اللي انا بخاطبه، ازاي اسوق للزبون دوت، وان التسويق جزء اساسي من المشروع بتاعي. كل دي حاجات انت محتاج تغيرها في المايند سيت بتاعتك لو انت صاحب ورشة مطابخ او مصنع مطابخ، علشان تتنقل من خطوة لخطوة. لو انت بتفكر ان انت عاوز تشتغل النهارده على قد يوميات النهارده، وان انا اجيب رزق النهارده وبس، مش عيب، كويس، بس لازم تحط في دماغك خطوة تتطور بيها بعدين وتكبر بيها. انا حابب اشكرك جدا على على الموضوع النهارده. الموضوع كان سريع جدا. حاجة أخيرة، صحيح كنت أنا قلت لك، أنت فتحت لي باب حلو جدا، إن مش بالضرورة إن المجال اللي أنا هشتغل فيه يكون هو شغفي في الأساس. بالظبط. يعني دي أكتر حاجة أنا كنت حابب أقولها من أول حلقة، مش بالضرورة المجال اللي أنا بشتغل فيه. بتتزق، هو قدر. أنت بتتزق، بس خلاص طالما أنا دخلت في حاجة لازم أنا أتقي ربنا فيها، ولازم أنا أكون مختلف ومبدع فيها. خلاص بقى. على فكرة أنا مبسوط جدا من من السيرة الذاتية بتاعتك. ليه؟ لأن أنت صريح جدا لا قصدي هي ومتواضع جدا، وعلى فكره انت شاطر جدا، وحضرتك ممكن تكون متواضع جدا فمش عارف. لا والله قصدي حقيقه فعلا. لا، بس هو جزء من شطارتك هو انكار الذات، ان انا مش اجمد واحد في الكون، في دي لوحدها شهاده يعني، يعني شهاده حق يعني. فكره ان انا لازم اشتغل اللي انا شاطر فيه جدا واللي انا شاطر فيه حلو، مش عيب لو قدرت تعمل ده اعمله. لكن لو لقيت ان الكون بيزقك لحته ان انت يعني ان انت تشتغل في مجال ما، خلاص وتقبلت وضعك، يبقى انا لازم اتقنه جدا واتقي ربنا فيه جدا، واحاول اتعلم واتطور واتعلم واتطور. في الاخر ربنا هيوديك لمرتبه انت مش متخيلها هي عامله ازاي. لولا سفريه السعوديه دي اللي انا كنت، لان انت ممكن زي عدى على كام واحد كتير، ناس كتير جدا سفريات السعوديه بيشوفها وحشه وبيقعد زعلان وبتاع، وانا ايه اللي وداني، وانا مش فانا نازل اصلا، ما كانش حاجه برضه مش عايز اعملها. هي سبب ما شاء الله. صح. يعني انت تقعد تبص كده الرسمه بتاعت رسمه الحياه. انت لو ما رحتش ما كنتش. ايوه. وانا هنا يعني كنت بروح ليه؟ تغيير العقليه مش صعب، بس انت لازم تتقبل ان انت تغير عقليتك الاول. دي كانت حلقه جديده من مايند كاست، وتابعونا في الحلقات الجايه. شكرا جدا لكم.